نقول يا من ونقول يا ما يفسر لي هالحلامة. وفيه بعض المناطق والمدن يقولوا الحلمة. زمان لما كنا صغيرين وبعد كبرنا شوية وحتى توا يجينا حلم في المنام ونمشوا لبونا لأمنا لعمنا لجدتنا نقول له أنا البارح حلمت فسر لي. مرات التفسير يكون صح مرات يكون غلط. وبهالمناسبة بنحيي كل الأمهات، بنحيي كل الآباء، بنحيي كل الشابين العزايز المقعمزات يشوفهم في البرنامج، الله يمسيكم بالخير جميعا. ونحيي أيضا كل الشباب وكل الشابات وكل الأطفال، وإحنا نطلوا عليكم من خلال هذا البرنامج مع القلب ما ينساكم. ودائما القلب بطبيعة الحال ما ينساش هذا الدفء وهذه المشاعر اللي نحن وياهم أصبحنا في تناغم اجتماعي جميل. وأيضا في حلم آخر هو حلم اليقظة. مرات الواحد يحلم يزور المدينة الفلانية، يزور الدولة الفلانية، يزور أثر شخصية مشهورة، وهكذا تعددت الأحلام. احنا من زمان ولما كنا نقرأ في المدارس كنا عندنا حلم اليقظة أن نزور مدينة في ليبيا شكلها مختلف، فيها الكثير من المفردات اللي ربما بعضها غير متوفر في الأماكن الأخرى. فيها الشعراء، الأدباء، العلماء، وأيضا فيها جيل من المؤسسين في شتى مجالات الحياة. لما احنا زرناها لقيناها عروس في ليلة زفافها، البحر يحنيها، الجبل يحميها، الورود والياسمين والقرنفل كلها يعطرها. تعجبنا في هذه المدينة الحلوة وقلنا يا الله كم تأخرنا عن زيارتها. ولما دخلناها بسلام آمنين استقبلونا أطفالها بكل محبة بالنسر وبالياسمين، وقعدوا معنا خلال هذه الرحلة اللي التقينا فيها بالكثير من الأشياء الرائعة اللي ربما أصادفك أول مرة. رحبوا بنا الأطفال وإحنا داخل هذه المدينة. شوفوا هذا الترحيب وهذه المدينة.
الله يحفظكم، ما شاء الله ما شاء الله. شكرا على هذا الاستقبال، شكرا على هذه اللوحة الجميلة. بالله شوفوا هالأطفال وهالأولاد قديش عندهم من جمال ومحبة، ويفرحوا بالضيف وين يجيهم. وهذا الزاد، هذا الزاد لينا، محبتنا نحن كليبيين وين ما نمشوا هو هذا الزاد. وربما ما تلقوش في اي مدينه اخرى او في اي دوله اخرى في دول العالم، اقصد مش في ليبيا، لكن لما انت تزور اي مدينه تلقى مثل هذا الترحاب. فهذه اللوحه بسم الله ما شاء الله، البنياتنا واولادنا كانوا في منتهى الجمال وفي منتهى اللياقه واللباقه، ربي يحفظهم ان شاء الله. ونمشوا ايضا نطيروا الى درنا، نجلسوا قدام التلفاز لمده دقيقتين مع اخونا محمد رتيمي في صور جميله جدا من خلال هذه الومضات. ربما لا تكفي حق درنا، ولكن حبينا من خلال هذه السهره اللي حنجمعوا فيها كثير من الاشياء اللي تحبوها، لكن خلي نشوفوا محمد رتيمي شنو. هي الزاهرة وعروس الجبل، هي درة المتوسط، هي مدينة الصحابة ومدينة الفن والمسرح، هي مهجة المحبين ووطن لكل الليبيين، هي درنا الزاهرة. درنا يا جنة الأزهار، يا زهوة كل الزوار. درنا مدينة الياسمين والساقية، من هبة الشلال إلى جدران المدينة القديمة، وصولا إلى فسيح ردهات مساجدها ومدارسها، وعلى امتداد خضرة صوانيها وجناناتها، وما بين ظلال عمرانها وزرقة بحرها وسماها. لما تاخذك الطريق في وكالة طرابلسي وتتجول في الباحات والأسواق المتداخلة والمتجانسة بشوارعها وجدرانها العتيقة، وكأنها تحاكي ترابط وتوادد أهلها فيما بينهم، من سوق الخرازة مرورا بالباحة الحمراء حيث الأروقة اللي تزين أسواقها التجارية. في هذه المنطقة حيث شارع الكاثوليك، وهناك الكنيسة المسيحية الكبرى والتي تم إنشائها في القرن ال19، ومن ثم شارع الزاوية وشارع المسجد العتيق. وهنا فيها المباني اللي تعكس بساطة الناس وتعاقب التاريخ على درنا، منذ التأسيس الأول ما قبل التاريخ إلى اليونان والرومان، إلى العهد العثماني وهجرة الأندلسيين إلى الحقبة الإيطالية. المعمار في درنا له طابع محلي بما يحاكي سلوك الناس وأسلوب حياتهم. ومن هنا ازدهرت المدينة في فترة الحكم الإسلامي خلال القرنين التاسع والعاشر، وازدخرت بالعديد من المعالم الإسلامية، ومنها المسجد العتيق ومسجد الصحابة حيث أضرحت الصحابة والزوايا الدينية. درنا المدينة اللي تعتبر ثاني كبرى مدن الجبل الأخضر من بعد مدينة البيضاء، درنا وسوسة والمخيلي ومرتوبة والقبة وقندولة، وكأنها المدللة ما بين شقيقاتها. درنا المضيافة بكرم وجود أهلها، تلقاها ترحب بيك في كل وقت وحين وتسأل عنك لو غبت عنها. درنا المدينة اللي عشنا في ماضيها العتيق وحاضرها ومستقبلها الزاهر بهمة أهلها وكل محبينها. يا مدهاناتي يلي بعطرك وحمزاتك. واحد من الشخصيات اللي أنا عزمتها وهو عزمني، احنا عزومة واحدة ينتظر فيها الفوق في الفتايح باش بننزل أنا وياه لدرنا نكملوا الحكاية مع ضيفنا العزيز اللي بنمشي باش نمشي أنا وياه في هذا الرحلة، الشاعر عبد الحميد بطاو. عبد الحميد طولت عليك. اهلا وسهلا، يا مرحبا بالشباب. مرحبا بيك يا سيدي. انا ضيف عندك وانت ضيف عندي. انت ضيف، احنا ضيوف عندك. انت صاحب البيت. الله يسلمك. وانت اعطيت حق درنا، بارك الله فيك. جميله درنا بصراحه. شكرا. واحنا هذه الاطلاله اللي احنا جينا وانت تستنى فيها في الفتايح فوق. نعم. وحبيت من خلالك ان نطلوا على مجموعه من الاشياء. احنا راكبين في السياره تو. نعم. وماشيين نازلين على درنا. نازلين على درنا. منطقة الفتايح. لكن الدنيا ظلام شويه ولا؟ ظلام طبعا. وهي روعة الظلام ان تفاجئك درنا بانوارها وببهرتها وبروعتها. غير سوق بشويه انت، مرات سواقتك شويه هيك يا. فانت طبعا مش حتشوف شيء الى ان نلفوا. ايوه. ونحدوا على درنا. ولفينا.
هنا شوف المناظر الرائعة. الله الله الله. شوف الساحل الشرقي كيف مشتعل كله بالانوار. الله. شوف وسط المدينه، شوف الميناء الله الرائع. الله. شوف منطقه شيحة. هذه لوحه شعريه يا استاذ. اكيد طبعا. انا اعطيتها حقها. قلت فيها شعر. قلت فيها شعر. شو قلت بالله عليك؟ طبعا هذه اللحظه اللي نحكي لك عليها اللي هي لحظه الليل، ولا لما يطلع على الواحد المغرب تو احنا. اي نعم. ايوه. نقول فيها يسير الحلم فيها. وفي الليل تشعل كل قناديلها الزاهية. الله. خرافية صورة الليل فيها. يا سلام. ستذهل حين تطل من الجبل المشرئب عليها، وقد سفح البحر أضواءها فوق صفحته، وانتشى يشرب العطر من شرفات البيوت التي صيجت بفروع القرنفل والياسمين. يا سلام يا سلام. المنظر الكلاسيكي. انت غريتني نسمع اشعار والجو والهلبة. يلا ننزل وتشوف الروعة اكثر. نازمك على قهوة؟ ننزل يا سلام. وين نمشي؟ على قهوة. نمشي لقهوة اقدم قهوة واجمل قهوة، قهوة جويدة برحيل الشلوي. قهوة عم جويدة. ايوه ميدان البلدية. يلا هاي نمشي القهوة. هاي هذه ميدان البلدية قديم جدا. قديم. نعم قديم. هذه من الاربعينات. اي نعم. وهذا المقهى حنلقوا فيه مجموعه ان شاء الله يعني. سلام. طبعا هو مجموعه الادباء والفنانين ما شاء الله. نعم. نعم. هذا طبعا اللي مقابلنا من هنا اياهي، هذا المركز الثقافي اللي في جنب القهوه، اللي خلف القهوه مقابل القهوه من غادي. تمام. هذا اضحك فيه. هذا المركز الثقافي. المركز الثقافي اللي مقابله من هنا اياهي مقر فرقه مسرح عبد الهادي اللي هم هواة التمثيل. هذا مقر الفرقه. ما تنساش رانا معزومين على مسرحيه. يا سلام. ايوه طبعا اكيد. يعني ما عندهم جاهزين مسرحيه زغرتي يا عزه بتاعت رافع القاضي. بنحضرها. طبعا المسرحيه فكاهيه جميله. طبعا رافع القاضي من الشخصيات. خلي نكلموه يجيب لنا قهوه ولا ندعو عليه. يا سلام. قهوتين بالله لو سمحت. على فكره بالنسبه لجويدة الشلوي هو يعتبر هو اول من خشش الاكسبريس في درنا. كان عنده ماكينه بتاع اكسبريس، وكان الناس يجوه لان كانت كلها مقاهي درنا عايشه على الفحم وعلى الوجاك اللي يقولوا عليه وعلى القهوه العاديه. لكن هو الراجل هذا باجتهاده. وبعدين الاروع ما فيه اخر انه كان متخصص في صناعه الروزاتا. الروزاتا بتاعت تشمها من وين؟ والله ولها نكهه. تو ناخذ منها كاسين كذا. شكرا بارك الله فيك. هاي جت قهوه يا سيدي. هاي هذا قهوه الشيخ جويدة. ما شاء الله. بارك الله فيك يا سيدي. شكرا بارك الله فيك. صار قلت انت الرزاطة هذا عمك جويدة اول من بدا بها في درنا. هذا اول من بدا فيها، وكانت له نكهه وله صنعه جميله فيها. وبعدين القهوه بتاعها قهوتها متميزه. وطبعا من جوه في اخر القهوه فيه طاوله كرمبله. ويعني مقهى يقصده الجميع لأن في قلب المدينة. والراجل جويدة برحيلة الشلوي شخصية ودودة طيبة رائعة. لكن أنا ما شفتش قاس المغرب هيك ما فيش أدباء هلبوا فنانين. لا توجوه. هذا وقت من بيجي إن شاء الله. وقت يجي طبعا علي الخرم، ويجي عبد السلام العجيلي، ويجي سالم العوكلي، ويجي المجموعة كلها. جمع تحت الشجار هذا. شفت الشجار هذه؟ الشجار هذا له تاريخ، لأن كانوا السياسيين والناس اللي يقفوا مع ليبيا من الدراونة كانوا يجتمعوا تحت الشجر هذا إياهي. ويخططوا. يعني على سبيل المثال عمر فايق شنيب، هذا الرجل اللي باع عرضه علشان يوفر تذكرة يمشي يطالب باستقلال ليبيا. فكانوا يجتمعوا هنا. وكان يجي الفزاني المرحوم الفزاني بتاع القوات المتحركة. كانت كلها الشجر هذا إياهي في الليل تجده كلها مجموعات. أنا عندي رغبة أزور إبراهيم المستعمر. نزوروه في بيته. نقدر نزوروه. ابراهيم المستعمر طبعا عنده. على فكره ابراهيم المستعمر اول من اسس الصالون الادبي. اول من اسس الصالون الادبي. اجروا ثانيه. يعني هذا مي زياد الليبي. اي نعم. اجروا ثانيه في وسط البلاد. في شارع مقابل سوق الظلام. ثانيه اجروها مخصوصه لهذا الاجتماع ولدراسة الكتب ولتداول الأشعار. طبعا كان معاهم الحيروش، وكان معاهم واحد اسمه يونس سرقيوة، وكان معاهم مجموعة. فكان هذا ياهي هو لما جي ابراهيم المستعمر حتلقاه في هذه المزرعة
هذه السوينية الجميلة ومعه هذه الشلة الباقة من الناس الأدباء المثقفين الرائعين. ومحمد عبد الهادي وحسين عبد الهادي، محمد عبد الهادي في المسرح، ومنصور سرقيوة، يعني هذا، وعبد العظيم شلوف. لا هذول الجماعة المسرحيين طبعا. هذول حيشوفوا حتى هم مرة بقعدة ملكاهي يجي حسين عبد الهادي. عبد الهادي مخرج متميز. حسين عبد الهادي أخرج لي، هو اللي أخرج زغرتي عزة ولا؟ هو اللي أخرج كثير المسرحيات اللي هو مش اغلبها كلهم اخراج حسين عبد الهادي. انا اخرج لي مسرحيتين، مسرحيه الزفافيه ثم الان، ومسرحيه معزوفه الكبرياء شعريه، شعريات. مسرحيه معزوفه الكبرياء اخذت الجائزه الاولى في مهرجان البيضاء التجريبي الثاني، ورشحت لي مشت عرضت في مكناس في المغرب، وعرضت على هامش معرض الكتاب في القاهره مسرحيه معزوفة الكبرياء. لكن حتى النوادي بن زيارة أستاذ عبد الحميد. النوادي في درنا ممكن يكون مش غير في درنا، يعني في ليبيا كلها، بس في درنا كائنا يطبقا في مقولة رياضي ثقافي اجتماعي. يعني كان زي ما يكون عنده فرقة كورة، عنده فرقة مسرح. القهوة من يجيها من الرياضيين؟ شو هالرياضيين كلهم زي من مثلا؟ زي من؟ يعني مثلا عاشور الزروق، عوض عون، صالح الباح، هذول كلهم يجوا قاموا هنا اياه برضه. يعني هذا المقهى مشهور. والرياضيين خذوا منهم حتى الفريق الوطني على فكره يعني. طبعا عاشور الزروق كان يمثل في خش الفريق الوطني. عبد العزيز الباح، صالح الباح، عبد الحق الطشاني، هذول كلهم اشتركوا في الفريق الوطني. وكانت يجي فريق من مصر يلعبوا معها منتخب ما بين دارنس والاتحاد، كان اسمه الاتحاد قبل لا يكون الافريقي. فيديروا منتخب ويلعبوا ضد جماعه فريق المحله، والله هو في مره فازوا عليهم مع عبد الحق درقوب. فطبعا الرياضيين يجوا انا اياهي، والبياصه هذه جميله في الليل هاديه والاضاءه خافتة وكانك يعني خارج العالم. البياصه هذه وراها السينما ولا؟ مقابله فيها السينما. مقابله هذا سينما الظني. يقول له سينما الشباب. هذه وحدها كويس. الظني دار حتى السينما في طرابلس زمان والله. الظني طبعا صاحب متعهد سينما، داير سينما في بنغازي، عنده سينما في بنغازي. وهذا ساعتها واحنا صغار لما ينقطع الصوت نعيطوا برلانتي الظني برلان وكأنه هو اللي ماسك الصوت. فطبعا الظني كان داير مصر. بقى نتذكر انا في مهرجان المربد استاذ عبد الحميد، انت مشيت لجسر المسيب واللي غنى عليه ناظم الغزالي اغنيته الشهيره وهي عن قصه يعني يا طول الشرح فيها على جسر المسيب سيبوني. وانت لقيت قصيده جميله اسمها حضن عجان في حضن النهر، في حضرة النهر. نعم. برضه انت جيت على جسر درنا ولقيت قصيده شعبيه على درنا. ما نبيش نحكي على شكل تلك القصيده اللي قريتها انت على نهر المسيب والعنف اللي فيها؟ نسمع جزء منها بتاعت بغداد، نسمع جزء منها لان تو نسمعك الجزء الاخير، لأن ميزة الجزء الأخير كنت نكرر في نعيش كربلاء نعيش كربلاء، ونازل من على المسرح ووقفوا الشعراء كلهم يصفقوا لي. شعراء بما فيهم نزار قباني وبما فيهم محمود درويش حاضرين المربد كلهم صفقوا لي، إلى أن طبعا الفقرة الأخيرة نقول فيها بالله يا مفجوعة باليتم يا سكينة لا تطلبي ثرى الحسين فالصراع لم يزل قوي وكل يوم يقتل الحسين أو علي ولم يزل ثم يزيد يحكم المدينة ولم تزل مواكب العساكر المعادية مزهوة بالنصر لم يزل معاوية يشدنا بشعرة الدهاء ولم نزل رغم مرور كل هذه السنين على ضفاف النهر ظامئين نعيش كربلاء نعيش كربلاء نعيش كربلاء. أنت في لما كنت تمشي لمهرجان المربد وقبل حتى تمشي كنت مغرم ببدر شاكر السياب. طبعا لدرجه انا سميت ولدك ولدي السياب سياب. السياب. نعم. شنو هي الغرام هذا؟ انتم هل في غرام بيناتكم الشعراء؟ والله انا طبعا الشعر هذا اولا احد النقاد قال يفيض بالشعر ويفيض به الشعر. يعني اولا عمره قصير، هو لم يصل الى 40 سنه مات هو عمره 39 او 38 زي ابو القاسم الشابي حتى هو. نعم. وبعدين اصيب بمرض
قعد راقد وقعد ظهره يدود وقعد يرثي في نفسه وهو حي. يعني نجو لي قصيدة درنا على الجسر برضو، من جسر المسيب لجسر درنا، قلت انت قصيدة شعبية جميلة. جسر درنا طبعا الجسر القديم هذاك وقفت وقابلني شط الجبل. ايوه هنا وبحثت خلق قبل لي البحر من هنا فالصورة هذه تكاملت يا ذهني. نقول درنا اللي حتى الجبل من غيرته حيطبها بيدين من صوان. الله الله. درنا اللي حتى البحر من عشقها هايم بها فوق شطها نشوان. الله. درنا اللي حتى الزهر من زهوته في بيوتها فايض على السيسان. درنا اللي حتى الخبر في وصفها يبقى الخبر فوق الورق فرحان. درنا اللي من كيف في صيف وان الليالي الزاهيات الحلوة يطل القمر بين الشجر تشعر بفرح ونشوة وتحرك الجانة غناوي العاشقين ويذوبك مزمارها شوق وحنين. درنا علي مر السنين كتزورها وتطل من فوق الجبل تشعر بروع درنا عز المداين درنا يا رب تحفظ ده. الله 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 على هذه الشاعرية. شكرا يا سيدي. فعلا هي عز المداين، ربي يحفظها ان شاء الله. طبعا انا اعطيتها حقها لاني متربي فيها وعايش حياتي كلها في شوارعها وفي ازقتها ونعرف ناسها كلها وطبعا المدينه القديمه عايش في مكاناتها. طيب ايش رايك تو بنمشي نحضروا زغطة يا عزة، نحضروا منها وبعدين عندنا شخصيه بنعاود للمقهى من جديد ولا نمشي المقهى ثاني؟ نمشي البشوشه؟ لا نمشي البشوشه عند الشاي المشهور. ايوه شاي خرافي يدير فيه الشيخ المدينة القديمة المرحوم ابراهيم بشوشه. لا في نفس المدينه القديمه. في نفس المدينه القديمه في الشارع اللي يوصل على سوق الظلام. باش بعدين المدينه القديمه بيحكي لنا عليها شخصيه ثريه جدا حتى الصغار في درنا يعرفوه. مبتسم، مشرق، مجتهد، تحصل على الدكتوراه الفخريه يستحقها بجداره، وهو ينبش في التاريخ، في التراث، في الميثولوجيا الاجتماعيه. شخصيه هائله جدا. انا التقيت به وكان لي شرف تعرفت عليه. بعد ما نمشوا نحضروا شويه من المسرحيه بيجيكم ضيفكم الاديب محمد سويسي. تشتغل يا خويا، نقول لك ايام ما نكش باين. يا ولد مش اخر كنا عندنا نتيجه زي العمليه على بطنه تجيب متة وتجيبنا في دم العنايه 4 مصامين انت نتعس بنا وكنا اخ مسلم وحصل في نصه وصاحب مزاح خبر جعلها ميتة كل صاحب يموت لكن في عصبي. امين يا رب العالمين. الله يا حاج بالقاسم لو كان يدير شي عمليه جبنا فيها دواوي. قول يا عاد عدينا وحضرنا المعزه ونحن في الطريق تمط بنا الكنعبه ماما يمين وماما شمال، ماما شمال وماما يمين. والله دوما حضن جد صالح ماما توا يا نعم. الحمد لله على السلامة. ويا نسحب الحاج مداوي شو مريض؟ والله من بعد من وحدة من الحج مشيت وسلمت عليه. اهلا وسهلا بكم. خرجنا من المسرحيه والله يضحكنا يا استاذ الحميد. كيف يا رجل اصلا رفع القاضي مؤلف وممثل صح. وشخصيه رائعه واحيانا يخرج برضه وشخصيه كوميديه من كبار الكوميديين هو وعبد السلام الصلابي ثنائي غير عادي يعني. محمد سويسي الاديب محمد سويسي حتى هو كان منسجم. كان منسجم وهو جاي في الطريق. خلي انا اكيد وصل للمقهى نرحبوا بها انا وياك الاديب محمد سويسي. استاذ محمد فظيع شكلك. سبقناك احنا. اهلا وسهلا بك. استاذ حبيبي. ايوه مرحبتين بصديق العمر. اهلا وسهلا. تفضل استاذ محمد. لازم الشعر استاذ محمد. الشعر هذا لازم منا ولا عندك قصه معاه حكايه؟ من الديكور بتاعنا. لا مش من الديكور والله. شيء يرمز. انا طبعا اكتب بالحبر الليبي الذي لا احد يجيد كتابه والقراءه بغير الليبيين وبالتالي شيء من ليبيا. يا سلام. في شويه انف هيك وعزه. في عزه نفس وانفه. كويس استاذ محمد.
نعم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. والله الواحد لما يشوفك هيك تحيط به السعاده. تسلم. انت باحث ومؤرخ وعلاقاتك العربيه وعلاقاتك الاجنبيه، لكن ديما بالصراعات انت وياهم. شويه تصحيح، شويه معلومه من هنا. لكن اليوم احنا في درنا، وانا استمتعت من خلال هذه الزياره بصراحه. تعرفت على شخصيات كنت نقرا عنها وكنت اعرفها. نعم. وقرينا في المدارس خصوصا استاذ أسطى عمر ومجموعه من الشعراء، لكن الحلم تحقق لما انا زرت هذه المدينه. احنا تو الان في مقهى بوشوشه. يا سلام. كنا في مقهى جويده. يا سلام والله الرزات اللي يعمل فيها هذه حاجه سحر. جويده برحيله. تعلمنا الارزاته عنده او عرفناها الارزاته عنده. ومش الارزاته حتى الجيلاطي. عرفناها عند الاستاذ جويده. والعجيب في الحاج جويده رحمه الله عليه اللي قائم مع القهوه هو ابنائه في القهوه. ويتعاملوا بمنتهى الادب ومنتهى الذوق بمنتهى الهدوء. كويس. كانوا يعطوا فينا في درس في التعاون. بس عمك بوشوشه ما يقلش عن جويده فيه. لا هو عمك بوشوشه كان متمسك بالشاهي والقهوه فقط. لا اقصد نفس النفس، يعطيك النفس الجميله من خلال الشاي، بعدك يعطيك النفس الجميله من خلال الروزاتا. اي سلام. ايوه بين الحداثه والتقليد. ايوه اثنين. حتى مقهى بوشوشه خبروني ان مجموعه من الادباء تلاقوا والمثقفين يعني عندهم جلسات والمسرحيين والشعراء. هو في الحقيقه انا اقول لك رايي. اولا درنا التي لم يكن اجمل منها الا هي. الله. سريره الماء. ربيبه التاريخ. درنا لما نقول درنا نقول ليبيا. درنا تختصر فيها ليبيا. درنا تصاهر الاعراق وتصاهر الثقافات وتصاهر الحضارات كلها مكون اسمه درنا. الى جانب ان الله عز وجل لما يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. درنا تاسست على الماء من ما قبل التاريخ. لا احد يدعي تاسيسها. اسسها انسان ما قبل التاريخ. وحتى زياره الدكتور مكبرني اللي رافق الاستاذ احمد غزواني رحمه الله عليه المؤرخ في 56 اكتشف فك انسان نتذ ريال في اعلى وادي درنا. وفي وادي درنا مجموعه رسوم ما قبل التاريخ. ودرنا زي ما قلت لك تاسست على الماء، واللي تاسس على الماء لا يظمأ ولا يجوع. انت قلت فيها درنا سليله الماء. سليله الماء. نعم. بقى واحنا مع الماء والرمان خرافه ثانيه. شنو قصه الرمان الدرناوي هذا؟ الرمان الدرناوي الرمان الشلفي. شلفي من خلال البحوث وادي اسمه وادي شليف في الاندلس. والغريبه تحول حتى للجزائر. نقدر نرفع معي شتلات؟ اكيد. لا هو الحقيقه في حاجه واحده بس، هو يحتاج الى مناخ وماء معين. المناخ بتاع الوادي، الشمس في الوادي ياخذ فيها مثلا من 10 ل 12 ساعتين، ما ياخذش فيها النهار كله. معناها انت بتجيك كل سنه بتبعث لي قابيه؟ قابيتين ولا قابيه منك وقابيه من سعد الحبيب. وشلفي رمان متميز جدا. جماعه الاعداد والمخرج هذا ما فيش. نعم. الى جانب الواحد ياخذ رمان. الماء لما نقولوا اللاونطه ونقولوا الياسمين ونقولوا النسري ونقولوا الورد ونقولوا كذا، خلى الدراونه او الشخصيه الدرلويه تتعاطى مهنه زراعه النباتات العطريه وتقطيرها. الله. ووصلت المرحله واسواق طرابلس وبنغازي الكبرى يعرف ان في مسك اسمه مسك الدرناوي. عند العطارين موجود الان. فهذه الصناعه المرهفه لا تصنعها شعوب الا تكون شعوب راقيه جدا. على فكره لما نقول درنا لا يعني التميز عن ليبيا، ولكن فسيفساء ليبيا الاجتماعيه خلقت فيها نوع من العلاقات العائليه وليست القبليه. رقم اثنين لما نقول الفرح الدرناوي لما اخذها. شنو سر البلكونه في درنا؟ عندها سر البلكونه؟ تلقى البيوت كلها فيها بلكونه شرفات. نعم. شرفات. نعم. هو البلكونه اولا حتى قصيده الاستاذ العميد ذكر فيها الشرفات. على فكره في حاجه، البلكونه معناها فيه حريه للمراه. الله. البعد هذا اللي في العماره اصلا. ما فيش اغلاق عليها. نعم. اصلا. ما فيش زينجو. والله هو حقيقه في بعض الامارات سمحهم الله بعض الاخوه تلقاه دار البومشي دار الزينجو ويحجب في جمال النبره. نعم. لكن في درنا لا. العجيبه ان المعمار المحلي في درنا
المعمار يجمع المعمار الليبي بشكل عام. المعمار الليبي طبعا معمار بسيط مش مركب. والعجيبه ان واحنا في البحوث، انا طبعا توليت مشروع المدينه القديمه فتره طويله، فاكتشفنا حوش غدامسي يرى جمع العتيق في الزقاق. الحوش الغدامسي اللي هو مشهور بالزوايا، اللي هو يقولوا ان القرن بتاع الودان، الزوايا المدببه. ففي مجموعه معمار ليبيا موجود في درنا. استاذ محمد، الشرفات اللي فيها العطور وفيها الفل وفيها النسري وفيها نباتات، كل الشرفات شفت هنا مغرسين فيها نباتات، يعني فيها احواض. نعم. لكن هذا يتناغم مع عداله الشاهي ولا عاده الشاهي؟ نقولوا عاده الشاهي في البيت الدرناوي. انت النعناع. نعم. الشاهي نفسه الحقيقه، اولا المؤثر في الشاهي في درنا والقهوه عذوبه الميه اساسا. حتى وانت بتجيب لنا رمان بتجيب لنا حتى ميه. ما هي احنا نمشي وتجي درنا على الميه، بتجيب لنا بريميلات ميه كيف. فلما نقول لك عداله الشاهي او العداله اللي هي يجلس وراها السلطان ويعطي على اليمين، والطاسات متساويات وتستلم باليمين لا، والفلسفه الشعبيه عندنا في ثقافتنا الشعبيه انها تنحل عليها المشاكل. كيف تنحل المشاكل؟ المشكله في اولها مره، بعدين حالتك حلوه. صب المر كان المر طاب. فهمتني. فالمشكله تنحل على طاسه الشاهي. يشربوا الاول مره ويحلوا المشكله، يحلوها بالحلو. وفي عزيزات وفي شبين يتفرجوا. نعم. وهذول اكيد بعض منهم تو مدار عاده الشاي، يحبوا عاده الشاي. نعم. وهذيك القامه والبراء كلها كشكوشه يعني. نعم. الكشكوشه لازم تكون في الطاسه موجوده. نعم. ليش الكشكوشه هذه؟ هي عاده مثلا؟ هي اولا زينه؟ لا نحكي لك من الناحيه التقنيه من بشوش الله يرحمه. الرغوه اللي في الطاسه دليل طياب الشاي اصلا. هذه وحده. رقم اثنين، نوع من التزيين. لكن تبي رشفتين ثلاثه مش طوق في الشاي. طبعا حسب الكشكوش او حسب الرغوه. احنا تو بندخل المدينه القديمه. من اي باب نخشوا؟ المدينه القديمه درنا اولا لها عده مداخل. من زقاق العتيق، من زقاق الكنيسيه، من زقاق دربي، من زقاق شارع المأمون، من زقاق البياصه، من زقاق الجبيله. ليش؟ لانها المدينه القديمه في درنا صره. لان حتى لما انبنى يعني فيها 7 ابواب مثلا، 7 مداخل؟ لا مش ابواب، مداخل. أي. ولكن الميزه اللي فيها والعجيبه اللي الغريبه اللي اسسوها صناع مهره، لا مهندسين ولا قسم فني ولا غيره. كل الازقه بتاعها بحري. وبالتالي في الصيف دائما فيها روح هافته. يعني نبغى نخش بيت من البيوت هيك لشخصيه معينه تحبها مثلا، من نمشوا البيت عبد الباسط الدلال. عبد الباسط الدلال او سليمان الدلال. الشاي بركاي بحر العقوس. بحر العقوس يا عبد سليمان بو عبد الباسط. عبد الباسط البيت بتاعه الميزه اللي فيه ان تخش السقيفه، الباب بخوخه. وباب بخوخه بابين، باب صغير وباب كبير. هي ابواب درنا كلها في المدينه القديمه كلها فيها الخوخه، الباب بخوخه يعني. باب بخوخه، والباب بخوخه فيه طققتين صغيره. باب بخوخه اللي هو الباب في وسطه زي الفتحه هيك ولا؟ لا، او اللي هو الارش بتاعه فيه زاويه. مش زي الارش اللي هو دائره. نعم فهمت عليك. يعني شبيه بالخوخه المقلوبه. رقم اثنين ان الطقاقه اثنين. وحده فوق ووحده لوطه. شنو السر؟ المرأة تطق والرجل يطق. لا يا رجل. المرأة تفتح لها مرأة تأدب هذا. عندها نغمة معينة؟ طققة صغيرة. هي. رقيقة زي المرأة. جميل. فشي طقة صغيرة تطلع لها مرأة تفتح لها. لما يجلف واحد طق القلب ومجور علي. يا عيني يا عيني. لما تطق طقة ثقيلة. نوري كمال. نوري كمال. جميل والله. لما تطق طقة ثقيلة منها فيها راجل ما تطلعش مرأة تفتح لها. هذا إلى جانب مربوعة الشيخ سليمان او عباس دلال فيها السقيفه، والسقيفه فيها المربوعه كانت بتاع عبد الباسط المكتبه بتاعه دروج. اعطيني الادباء اللي ساكنين في المدينه القديمه مثلا بشكل عام. والله شخصيات مؤسسه مثلا لها ثقل اجتماعي كانت. نعم. اولا كان فيها الفقيه الحيروش الحصادي. ايوه رحمه الله عليه، يعني من الشخصيات المؤثره في درنا.
الشيخ سالم برقيعه من الشيخ في درنا. الشيخ حمد ريبد كان مؤذن الجامع العتيق، وكان شخصيه لها ميزه اجتماعيه بصبرته الجميله بشعره الفضي. ما انتهي باش نسمى اكثر من شخصيه. يعني ذكرنا استاذ الحميد من استاذ محمد جبرين كان من عمده عمار جبرين. ايوه الله عليه. صلاح جبرين الشاعر. لا مره هو عاد هو الشيخ كلهم من المؤسسين مثلا في الهندسه في الكيمياء. لا ضم كثر. لان لو نجيب لك مثلا الاوائل هم المؤسسين، الاوائل يعني المؤسسين الدكتور عاشور جبرين، دكتور مخيل، الدكتور عوام اسماعيل، يعني مجموعه اساتذه واطباء ومهندسين. المهندس نوري لياس موجود هنا في طرابلس. هذا من هذا اللي بنى البريقه والعقيله وبنى مال المباني بتاع النفط. وبنى المرج الحديثه ومازال ربي يعطيه طول العمر ان شاء الله. الدكتور الجباني اللي خذ حكينا عليه، الدكتور الجباني خذ جائزه الملكه بريطانيا، الدكتور الجباني والدكتور مخيل والدكتور عاشور. يعني كم نبي يوم في درنا باش نمر عليها كلها ونهدرز ونحكي نبي ايام. هو درنا بيني وبينك الميزه اللي فيها انها كل الملامح المعماريه مربوطه بشخصيات معينه. كل الاكل اللي فيها مربوط بشخصيات معينه. الملبس مختلف، مش مختلف على ليبيا، لكن مجموعه الملابس الليبيه مجتمعه في درنا. مجموعه الاكلات الليبيه مجتمعه في درنا، مع الاحتفاظ بخصوصيتها. الفنون يعني لما نقول لك الفرح الدرناوي تلقى فيه الكشك، وتلقى فيه البرسكاوي، وتلقى فيه الصابيه، وتلقى فيه الذكرى. هذا الفرح الجميل كل ليبي يعتبر ان هذه له في الفرح. احنا من خلال بعض الشخصيات اللي ذكرتها، ويسامحونا بعض الشخصيات الاخرى، خذينا نماذج من هذه الشخصيات اللي في المدينه القديمه واللي في غيرها من الاسماء المعروفه والاسماء اللي تركت اثر فينا من خلال قراءاتنا ليهم واطلاعنا ومحبتنا ليهم. نشوفوها في تقرير عياد العشيبي، وبعدين تستمر الرحله باذن الله تعالى في درنا الحب، درنا الامن، درنا السلام. في درنا الفجر قصيدة، والصبح شعر ونثر، والغروب رواية، وراوي يرصد ويكتب ويرسم جمال المدينة الأيقونة. في درنا بن زبي يبحث عن تفسير الحلامتة، والبتير يرحب ويشرهب وكل كبير وقدره. في درنا الزاهرة إبراهيم استعمر بين الصمت والكلام، وبين ما قالوا وقالوا غرق في بحر شبابه. وعبد العظيم شلوف بقلقه وشكه وسؤاله وحلوله وزمنه الضائع خلف القضبان. في درنا عالم نجيب الحصادي وطلاسمة، وقوافي علي الخرم ومواسم حصاده، ورجب الماجري وحكمة حروفه، ومحمد سويسي وخواطر الخاطر اللي ترحل إلى البعيد. في درنا مصطفى الطرابلسي الشيخ الخالد في عالم الإبداع، ورائد المسرح الشعري عبد الحميد بطاو يتنفس إبداعا منذ الموت أثناء الرقص وحتى يومنا هذا. وغير هؤلاء من المبدعين لهم الرؤية والثقافة والإبداع، وما زال قنديلهم مليء بزيت العطاء. نعشقي الخطاوي أطفالها وينحتفوا بالصبح، ومشين المدارس واخذين الرضا من طيب أم حنون. الوطن والناس يا صغار والصغر. هذه درنا التي انحنى لها الإبداع عشقا لا ينتهي. اهلا وسهلا بكم. رجعنا بعد ما شفنا هذه اللقطات اللي كانت من ضمن المشهد الثقافي الادبي في درنا. زال معي الاستاذ الاديب محمد سويسي والاستاذ الشاعر عبد الحميد بطاو داخل الاستوديو في زياره لهم في درنا الزاهره. استاذ محمد، واحنا شفنا هذه اللمحه عن بعض التفصيله القصيره، ايضا ما ننسوش السينما الصيفيه اللي على الوادي اللي كانت تعرض في افلام ربما لاول مره. الجميل في السينما اولا يبدو ان المناخ ودرنا هبه التضاريس والمناخ. يعني حتى التضاريس الجبليه والشاطئيه والساحليه والوديان له تاثير حتى على المنشآت اللي فيها. فالسينما الصيفيه كنا نستمتع بها في الصيف. السينما الصيفيه الجميل فيها ان بداخل السينما محاطه بالياسمين بداخلها الجوه.
هو الياسمين اينما وليت وشك تلقى الياسمين في درنا. ايوه قبل الدرنا. الجميل فيها ان احنا كنا صغار بجوارها بين الطريق نتاع الشارع الجديد احنا نقولوا على ضفه الوادي المقهى الصيفي. المقهى الصيفي فيه نوع من التين البنغالي العملاق. الله فكان في جمهور من الاطفال متسلق الاشجار يتفرج معنا والله على السينما الصيفيه. هذا بالبلاش، هذا بالبلاش. اظن معي جمهور بالبلاش والغريبه جمهور مشجع. ايوه في الابطال. شنو انواع الافلام اللي كانت الحقيقه احنا يعني كانت افلام مصريه ربما ولا امريكيه ولا كان افلام الكوبوي بالدرجه الاولى. والكوبوي الحقيقه ورثونا. حسيت ان في حالي كوبوي من لا حتى الكاسكو اللي عندك. الكوبوي الحقيقه احنا ما كناش نحسبوها انها روح عدوانيه ضد اهل الارض. ورثونا الهنود ما يعرفوش يضحكوا. الهنود قساه. الهنود يحيدوا في شو اسمه الثروه بتاع الارض. فيهم انت؟ كنا نصفقوا للامريكان وهم يقتلوا في الهنود. البطل الفرق هو جاي ينهى يضرب بالمسدس. فكنا نتعاطف معاهم. شوف تاثير هوليود. شوف تاثير الفن السابع. التاثير المباشر عليه يعني ثقافتنا. وبعدين لما كبرنا اكتشفنا ان كانت وش يا استاذ الحميد السينما عند الدراوي لازم يحضروا. هو تو انا قبل بنتدخل لكن تو انت دخلتني بشكل جميل. السينما الصيفيه اللي قالك عليها الاستاذ محمد فعلا كانت محاطه بالياسمين والورد والناس مقمزين على الكراسي ويتفرجوا على السينما. مكشوفه السينما. اي مكشوفه ما فيش اقطاع. بالاضافه الى هذا السينما كانت تستغل للملاكمه والمصارعه. يديروا لها لنش وسطها ويخشوا الناس يتفرجوا. فيها ستيج فوقي. ولها جانبها السياسي. وهي ان النواب يجوا يخطبوا فيها. خطب بتاع النواب يجوا يخطبوا فيها في السينما الصيفي. جامعه يعني كان لها دور. كان لها دور ثقافي ودور اجتماعي ودور رياضي. السينما المقهى الصيفي اللي يقول لك عليه كان لما تروح في الليل عقب الليل تسمع ام كلثوم تغرد في الليل. هذه المقهى الصيفي. تغرد قصدك؟ المقهى الصيفي. ولا تغني؟ تبي تسمعها تغرد. ايوه. المقهى الصيفي هذا يعني في شجر مليء بالاضاءه الملونه. ودروج تنزل كانك تنزل. لكن انا تو نسمع في صوت ام كلثوم. نعم ام كلثوم. تسمع فيها دائما ام كلثوم. نعم دائما ام كلثوم. تصور انك تبي مجمع تحت شجر جميل وفيه نوع من الورود يا محمد اللي زي الكاس الجوري. لا الكاس هذا الابيض. فقاعد وحنا نحكوا على ام كلثوم ان عبد الوهاب لما جه زياره لطرابلس عجبته المقطوعه الموسيقيه والمقدمه من يشريها بعت المحبه. فخذاها دار في دارة الايام كمقدمه. صحيح. يعني حوالي 8 مزورات. يعني الموازير هذه يعرفوها الموسيقيين ملحنين سمعوني فيها. ممكن اذا انا اختي على فكره انا اقول لك رايي. أنا كثير من الموسيقيين وفنانين ومثقفين يقولوا مثلا خذوا منا. هو فخر لنا أنهم خذوا أصلا. لكن ما يعرفش حد أنها هي ليبية. يا سيدي المهم أنهم خذوها وهي ليبية أصلا. بقى أنت ذكرت أيضا المطبخ الدرناوي قلت مختلف ومتنوع. المطبخ الدرناوي تأثر فيه الخضرة الدرنوية أساسا. اللي حتى سكان الجبل. أيوة. جيراننا الأعزاء واهلنا في رمضان بالذات يشروا خضرتهم من درنا. الخضره من درنا زي ما قلت لك بدي الماء العذب والمعدنوس والحبق والكزبر والفلفل الخضر والبليبشه والسلطه. لكن انت تو شوقتني هيك بنمشي المهاب الهنيد الشيف مهاب مجهز لنا المطبخ الدرناوي ولا شوقتني بنمشي نشوف ومرات نحوس فيه ناكل. تمام كلنا معك. معي. يلا خلي نمشي انا وياكم للشيف مهاب الهنيد. مهاب الهنيد طبعا شخصيه جميله. هاي بعدين توجهوني. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أهلا وسهلا. يا مرحبا. أهلا وسهلا. الله ينور. مهاب الهنيد. يا مرحبا. أنتم عائلة الهنيد عائلة جميلة بصراحة. الله يحفظك. منهم الأستاذ محمد الهنيد مؤسس جمعية الهيلة. وابنه فرج الهنيد المرحوم موسيقار كبير في وقتها كان. هذا اللي مات عن الشمعة. يس نعم. واللي دار فيه الابتير قصيدة الشمعة. نعم. واللي ضربها على المسرح. كان مشهد مؤثر جدا. نزار الهنيد. عائلة الهنيد عائلة ثرية. نعم. أنت اليوم شيفنا. تمتاز بالفن. شيفنا. نعم. والله يا احمد عيب خليت لك مكانك. دور وين تشتغل في مكان ثاني. الطبخ اليوم ليا. به شيف مهاب. نعم. انتم بيقولوا الطبخ في درنا طبخ لذيذ وجميل. انا كليت بعض منه
لكن اليوم نشوف في حاجه مختلفه. حاضر. شجع درنا كيف ما كان اسمها مقرون بالفن والفنانين والادباء والشعراء. كذلك المطبخها كان نصيب. مطبخها كان مميز، فيه تفاصيل رائعه الحق. صح هو مش ظاهر العوام، لكن مطبخها نفيس فريد. ايوه. فيه تفاصيل دقيقه، الخضره، التوابل، كل شيء. والماء مهم جدا. سبحان الله. اللي جاهزه معك هذه الطبخه؟ نحن مجهزين حاجه بسيطه. انت ومن تعاونت؟ انا ومعنا سيده درنويه اسمها زينه. الله زينه، هي زينه. صراحه يعني بارك الله فيها. وهي تطوعت ان دارت هذه الوجبه. خلينا نبدا من غادي. هاي شنو هذا؟ طبعا في عوايدنا في المناسبات الافراح وكذا نديروا في الرز بالخلطه. اوه ما شاء الله. هذا الرز الحبه القصيره. يا سلام. رز بالخلطه هذا. وهذا اللحم على مفاصله. الله يبارك. نعم. اي نعم. لا ما شاء الله ما شاء الله. ترى هذا شنو يعني؟ هذه الكبد. الله. كبد الخروف. هات المنتجه شويه خلي باش يشوفوها. يا سلام. شنو هالسحر؟ شنو هالبنه؟ الله يبارك. ان شاء الله. هذا قاعد المناسبات ولا؟ اي نعم. انتوا تديروا فينا في المسقي والكسكسي ورز. حط الطبق غادي خليه. حط الطبق غادي. بسم الله. جميل. وهذا عندنا العصبان الدرناوي. طبعا شنو نتميز؟ مدن ليبيا كلها تدير في عصبان. تمام. اول شيء نديروا فيها مع الرز الحبه القصيره يكون على مرق العصبان. خضره الدرنا هي المميزه في الموضوع. هذا عصبان زي العصبان في المنطقه الغربيه عندنا. لكن فارقه فيه خضره الدرنا كانت فارقه بحكم التضاريس، الرطوبه، المناخ السهل والجبل، التربه الحمراء. ويجي مع الرز زكي. هذا في مناسباتنا وكذا نقدموا فيه مع الرز. والله. ونقدموا فيه مع الفصير الدرناوي. والله عجبني هذا بصراحه. ايوه. هذا حاجه مش عاديه. لا تو يا جماعه بصراحه والله ما عندي مشكله. انا محصل عصيبانات درناويات صراحه. واللي عنده مراه في الحوش يدبر راسها. خليها تقعمز تدير لك عصيباناتك عاد. هاي بسم الله الرحمن الرحيم. هاي اتكلم. هي خليني ناكل العصيبانات. هذا عصبان. بسم الله. سمي بسم الله. بسم الله. شني؟ ما شاء الله. الخضراء الدرناويه طبعا فارقه. الله يبارك. الله. طبعا كنا نحب نديروا شعريه لكن اللي هي شربه مسقيه. لكن ما صارش من هذه. تعال مدامتين هذه حاجه خطيره بصراحه. طبعا هذا مصير لازم نذوق منه. طبعا ما فيش شيء. هذه الشربه الدرنويه. ايوه. عرفت. خاصه ما شاء الله. الغنم. اي نعم. سمن الغنم. ياس. نحطوا له في المعدنوس الجاف او اليابس والحبهان والشيبه. يا سلام. عرفت. ولحم الخروف. لا انت تغري فيه هيك. لا يا جماعه وقفوا التصوير. تعال تو هذا الابراك الدرناوي. هذا براك الدرناوي. انا خليت مغادي حضرتك براك الدرناوي. بسم الله. اوه. طبعا مش موسم وراق العريش، نحن ندير فيه براق العريش. والله يا استاذ محمد السويسي، استاذ عبد الحميد، والله ماني حرمكم من اصبعكم. تفضل. يا سلام. صراحه حاجه الويمات تبكي. والله العظيم ولا في الحلم هذا بصراحه. هذا استاذ هذا عاد انت متعود عليه عاد. هذا اكل درناوي طبعا. اكلكم هذا العصبان الدرناوي. ابو الابراك. تعال صور المصارين. يا مرحبا استاذ بالحديد. هذا سليل الابراك. يا مرحبا. سليل الاوفياء، سليل الطيبين. الله يحفظك. يا سلام. هذا براك درناوي. تفضلوا. كيف يقولوا الخضره مغربه. يقولوا الفلاني يحركوا بالابراك. الابراك. انا لما سال عليها عجوز كبيره. نعم. قلت له هذه دليل جوده الابراك، معناها تحرك هيك ما ينحلش من بعضها. طبعا ونديروا معاه في طبيخه الفول، طبيخه الفول الخضر ولا طبيخه البازيلا. قراءة الدراونه. نعم. الفول مع الابراك. بالضبط. وخبزه التنور يحطوا عليه الابراك. وهذه الصرايط كلها مختلفه. ونقدموا فيه مع اللبن. التنور كذا. التنور شوفوه. هاي بسم الله. خبزه شعير. ايوه. والله يا مهاب انت تحفتنا باشياء جميله. انت الاستاذه زينه ما قصرت. مدام زينه هذه الاستاذه زينه زينتنا هذه الاكله الدرناويه بشكل جميل. شنو جعان استاذ حميد انت وش قصتك انت؟ والله جوعتنا يا عطيه احنا. اديكم حقوا فيك تاكل واحنا نتفرجوا عليك. مهاب. نعم. انا استمتعت بمطبخك. الله يحفظك. شرفنا بيك صراحه والله. شرفنا بيك. وحيد اقول لك انت استاذ عبد الحميد في الحوش غادي. استاذ محمد مازال عندنا اكلات ان شاء الله نوكلك مفروده درنويه. خلاص وديها مفروده بحطب مشرك. عرفت. خلاص
غدوه غدوه بنصلي في الصحابه ان شاء الله. السمن الطيب. ايوه بعد نصلي في الصحابه جايين لك يا مرحبا على المتروده. تشرفوا. عائلة هنيد حكيناها من بكري عاد. الحاجة سالم مش بالنسبة للهيئة عندهم رياضيين نعم وعندهم الفنان فتح الله الهنيدي رحمه الله عليه أحد مؤسسين فرقة درنا. نعم المفروض رقم 1 في ليبيا. يا سيدي شكرا ليك وشكرا لهذا الموقف الله يسلمك أنستنا. خلينا نمشوا فاصل وبعدين راجعين لقصتنا اللي بتبدأ. شكرا. وطي الشنطة يا سالمة ما تنسيش. سالمة. ايوه قلت لك وطي الشنطة. واطية وحطيت لك فيها كل ما يلزمك ان شاء الله. خلاص ما تنسيش. طلعي الكبوت من الدولاب وحطيه على الشنطة باش ما ننساش. العفو كبوت شنو فيها الحمو هذا؟ شنو انت مش طبيعية ولا كيف؟ علاش؟ مش عم الصبت عندنا مطر معناها الجو بيتغير. صبت وصحت واليوم الحمد لله الجو كويس. لكن جماعة النشرة الجوية قالوا المطر في الشرق بتجي قوية. ان شاء الله شبوب الخير عليهم يا ربي. باهي حاضر توك انا غرجت على الكبوت حتى نوض نحطها. لا اسمعي لازم تعرفي ان المطر اللي عندهم مش زينا احنا. هم مرتفعات وجبل عالي ولما تجي مطر في الجبل معناها عقبه يجي سقع ومرات حتى الثلج يصب. كان جت على الكبوت تو نحطه لك. ايه ما ردي بالك تنسي لان دي شيرتك مذهوبه راه. ما قلتليش يا حوايج قداش بتقعد غادي؟ 3 4 ايام بنحضر فاتحة ولد مراجع وبنت مرعي. يا ريتني مشيت معاك والله قداش خاطري ونيتي نصلي في جامع الصحابة. يوم قلت لك 3 ولا 4 ايام بس وقال لي مرعي ان شاء الله بعد الفاتحة العرس بعدها بشهر. ما عاد لازم نبي نمشي يعني. ايوه انت الاولى عاد. باهي كان هيك باهي معنا بنبدا نوتي روحي من تو. خذ اسبوعين. الشي خلاص باهي قول لي. خليت لنا مصاريفنا. ايه هون في الدرج نتاع الدولاب. اسمعي نعم كان صبت المطر بعدي يخلي واحد من الاولاد يركب فوق الحيط ويسرح الميزاب. باهي حاضر ان شاء الله خير. ان شاء الله خير ان شاء الله خير. غير راك عاد تنسى العسل اللي وصيتك عليه وخاصة العسل الحنو. هذا قالوا ما شاء الله ويقي حتى دواء. اسمع معاه مش باش تظهر. تبين عليك عززتي انت. لا حول ولا قوة الا بالله. كان هذا تو نتصل يا بابا بالحاجة عزة وخليها تبعتهم لي. مرة اتصلي بالحاجة عزة وخلينا نخش ناخذ غفطة وراي مشوار طويل. هاي لا زين. صبح عليك الورد يا حلو يا فرح. صبح عليك الورد يا سالمة. وين مشيت ثاني؟ سالمة نجيب لك في الفطور ونجي وتاتك شنيتك. انا فطرت. هاي ما عادش عندي وقت. هاي بسرعة وراي مشوار طويل راه. صبح يا فتاح يا عليم. تليفون على الصبح ان شاء الله خير ان شاء الله حتى حلمة البارحة خير يا رب العالمين. الو فروجة. يا طالعة. شو حسك تقول؟ شوية واحدة علي. فهمني شو صار؟ لا في الفجر كيف صار؟ لا حول ولا قوة الا بالله. الوادي انهد والسد انفلاق. موت هلبة. لا حول ولا قوة الا بالله. انا لله وانا اليه راجعون. كيف طار؟ غير فهمني بشوية بس. ومراجع ومرعي شو صار فيهم؟ قولي. اسكتي صار يا صالح. اسكتي. الو المية صبت في الخبية راهو. قولي يا فرش.
لا حول ولا قوة إلا بالله. متهلبة يا لطيف، متهلبة قال يا لطيف يا لطيف الطف يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله. ومراجع شو صار فيهم؟ ألو فراج، فراج غير قول لي يا صالح شو صار وشو فيه؟ قال قدرنا هد على السن الوادي. يا لطيف يا رب. كبار مع صغار فحم. يا لطيف يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. يا الله يا الله يا الله، كيف بدي توبة، شو بدي خاف يا راجل، استهدى بالله، إن شاء الله خير إن شاء الله خير. ما خلينا نمشي نجيب لك الشنطة والكبوت. أنا هي. لا تجيبي لي شنطة الكبوت، جيبي لي الجرد بس. هي. ألو مصباح. سمعت باللي صار سمعت؟ ايه اسمع، كلم عطية ومفتاح وعلي واحمد. لا مانيش مراجع حد انا. ايه والله كان مش عليك راية. هيا سلامتك. هاتي جرجال، هاتي الجرجال. يا الله يا رب يا الله يا مولاي، الفرج ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب. في انتظار الصبح احتضن حلمه وغفى، ولما تهادى الصبح الحلم الجميل اطفى، وجاه الخبر شبه الخيال وكان الخبر زلزال، هز المشاعر والحنايا من البداية للنهاية، كلمة تختصر الحكاية وقبلها بات في سلام، وشافها كيف المنام كان في نيته يجيها ويعيش لمة فرح فيها، وهي زاهية في خير ما جت على بالها تسير، عروس السماحة في سكون تبقى دمعة في العيون، درنا الوديعة الغافية قصيدة مواجع طافية، في لحظة بلا عنوان غاب الزمان والمكان، ما بين ضفة وضفة القدر اختطفة، وردة عاشقها الربيع الحزن المريع قطفة، وبالرغم من الجرح الكبير بالرغم من الفقد المرير يلهم الله أخطاكم، درب الصواب حذاكم، ندعو لكم بالصبر والقلب ما ينساكم، يا أهل المودة الصافية وعطروا نسوم العافية، فيكم بشاير خير وفيكم مواير عفة، في انتظار الصبح احتضن حلمه وغفة، ولما تهادى الصبح الحلم الجميل الطفة. القلب ينفطر والحزن يشتد، وانطفأت الكثير من الشموع بفعل هذا السيل العرم. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أستاذ محمد زويسي
العزاء واحد. لا اله الا الله محمد رسول الله. من يعزي من؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله. قدر ما شاء فعل. هذه إرادة الله. أستاذ عبد الحميد، دوام البقاء لله. لا إله إلا الله وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كم قصة، كم حكاية أكيد يرويها هذا السيل الذي بدأ ما قبل 59. شوف الضحايا كم يا أستاذ عطية، واللي ذهبت الكثير من العائلات، لا يقل عن 20-30 ألف اللي عدوا، لا حول ولا قوة، ما بين أطفال وما بين نساء وما بين كارثة بصراحة. الفقد كبير جدا. فقد لكل الليبيين. المحزن يا أستاذ عطية ليس في فقد المكان، نعم، في فقد الهوية، صح، في فقد أو في غياب الأشخاص اللي يمثلوا المكان، وهذا المكان اختلق شخوص لهم علاقة بالإبداع والفن وكل الأمور الحضارية. فهذا الجرح لن يندم قريبا، لأن الفقد جاء في هوية مكانية متميزة جدا، وهذا حسيناه من كل الليبيين. سكبوا الدموع على درنا، سكبوا الدموع على من غاب فيها، ولكن يبقى لا بديل عن الأمل، لا بديل عن الأمل. واحد من الشياب اللي كان فازع سألته أنت، قلت له أنت فازع؟ سألته قلت له ليش فازع يا حاج؟ قال لي أنا فازع بدموعي. الله 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 الله، شوف التعبير يا أستاذ عبد الحميد. قال أنا فازع بدموعي. الله بإمكانياتها. دموع مشاركة في الحزن ومشاركة وجدانية رائعة، أعظم إمكانياتها رائعة. دموع كل الليبيين ما بطلتش وما زالت في حالة ذهول. واحد من هؤلاء الناجين يحكي قصته معنا، واللي غمر السيل داخل بيته. الفنان فرج بدر. استاذ فرج، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا حول ولا قوه الا بالله. مساك لا اله الا الله. والله حتى الكلام الواحد ما عادش يعرف شو بيحكي بصراحه، والله العظيم فقد كبير جدا والمأساة كبيرة. وفيما تصور باعتبارك أنت رجل مخرج وفنان وعشت الأحداث، حتى لو واحد بيحول هذا العمل إلى مسلسل ممكن يحير، ممكن تغلب الأحداث أكبر من اللي جرى. طبعا أنت كان عندك شهداء، وأيضا عشت لحظة الدراما القاسية. احكي لنا. اولا شكرا لك استاذ عطيه على طرحك لهذا الموضوع، وشكرا لقناتكم الموقره لاتاحه هذه الفرصه. ما حدث في درنا ماليش اي تسميه، فوق الخيال. ما حدث في درنا حاجه فوق المسميات كلها. احنا كنا موجودين وعلى اساس ان فيه اعصار دانيال، وكانت نقطه المركز متاعها بين سرته وبنغازي. تمام. مع ارتفاع درجات الحراره تغير مجرى الاحصار واصبح المركز متاعها درنا، بدون ما يكون عندنا يعني درايه بالاعاصير. نحن ما عندناش ثقافه الاعاصير زي العالم الاخر. مش اعطوكم علم؟ قال لكم راهو فيه في اعصار وفيه ربما تكون امطار قويه. احنا نتبعوا في الاخبار من خلال التلفزيون، والتحذيرات كان للناس اللي على البحر، اللي قريب من الشطوط، على اساس انه ممكن البحر يرد عليه، يرتفع او الموج يرتفع ويخش على الناس هذول مياهي. ولكن مش في حسبان حد انه ممكن يجينا تسونامي من البر، تسونامي من البر. احنا كنا تسونامي نعرفوه من البحر. اللي مش خطر على بالكم ان السدود ولا في واحد خطر عليه. احنا كنا، انا قلت لهم ما حدش يرقد يعني في الحوش، خليكم معين. لا، اللي رحلوهم من على البحر وين سكنوهم؟ يقال انهم حطوهم في البلاد، وهذا ما اللي في البلاد كلها غرق. يعني 90% 99% من اللي في البلاد رحمة الله عليهم. أنت كنت في البيت؟ أنا كنت في البيت. نسكن في شارع الحبس في وسط درنا، في وسط المدينة،
ونسكن في الدور الثالث، نسكن في شقه انا ماجرها لاني لي 33 سنه عايش بالايجار. انت ماجر 33 سنه؟ انا لي 33 سنه عايش بالايجار الى هذه اللحظه. لا حول ولا قوه الا بالله. وساكن في الدور الثالث. الدور الثالث يا استاذ عطيه تقريبا الارتفاع 17 متر او اكثر. ونحن ننتظره في الفرجه، نبي نتفرجوا على الاحصار، نبي نتفرجوا على المطر لما تجي. المطر كانت قويه؟ اولا جتنا امطار، اول مره تجي هذه الكميه من الامطار لمدينه درنا. مش مطر حبات هيك، يعني السماء مفتوحه. السماء مفتوحه وقجان ميه هيك. الله يعني خيط واحد للميه. الحاجه الاخرى ان طلعنا البلكوني يتعبى ميه، طلعنا نحوله بميه المطر. لما المطر طب على جسمك فيها وخز غريب زي النار، زي المسامير. والله زي المسامير، شيء مش طبيعي هذا. هم حولناها ودخلنا فضينا البلكوني شويه. من اللي كان معك في البيت؟ كان معي ابني وكان معي اولاد عديلي، لان وزوجتك والبنات؟ زوجتي والبنات في حوش عديلي، لان عديلي متوفي وقعدات في حوش العزاء. بعيد شويه في سوق الخضراء. فالاولاد الشباب كانوا معي في الحوش. قاعدين في المربوعه؟ قاعدين في المربوعه، درت لهم مكرونيا، تعشوا تمام وسهروا ويلعبوا ويضحكوا. تمام. في لحظه هكي الساعه كم تقريبا بالضبط؟ الساعه 3 الا ثلث، 2 ونص و5. سمعت صوت ازيز غريب. ازيز. انا نقول لك ازيز بالمعنى هذا. اول مره نسمعه. مشيت للمربوعه، قلت لهم يا شباب في صوت مش طبيعي. وانا في المربوعه نسمع في حاجه تخبط زي المناطحه نتاع الكباشه. الدربك خبط قوي بك. حليت السرانتي. شفت المشهد، ويا لهول المشهد. كانت الميه باديه ترتفع. كان السيارات مليات الشارع، يطفحن السيارات طفحات وتخبطن في بعضها. لا اله الا الله. صوت اللي نسمع في الخبيط هذا كاي هو صوت السيارات. السيارات فين حد ولا ما ركزناش عليهن. ما ركزناش عليهن لان في هذيك اللحظه بدايه يتملكنا الخوف. بدايه يتملكنا الخوف. سيارات مدرسات هيك خلاص. فاول حاجه درتها قلت نكلم جاري اللي تحت مني. كلمت جاري، يا احمد ارقى فوق، تعالي فوق. سمعك لما تنادي عليه؟ سمعني. انا كلمتها من الروشه نتاع الصاله. الميه لوين واصله الميه تقريبا هيك؟ يعني باديه ترقى. باديه ترقى ساعه اللي انا مشيت لها. من الصاله لعند الباب، فتحتي الباب كانت الميه عندي في الباب في الدور الثالث. لا مش معقوله يعني. اقسم بالله. يعني انت من دقيقتين كنت تتكلم في احمد. مفيش اقل. عارف صور لك الصوره. عارف لما تدير قهوه القهوه مش تفوج. ايوه. سرعه صعود الميه اسرع من فوجة القهوه. لا اله الا الله. واحمد شو صار فيه؟ قاعد لوطه ما زال. خلاص ما عادش تعلم على شيء. رديت على الشباك. خشت الميه مع الشباك. يا الله. خشت مع البلكوني في الدور الثالث. خشت مع باب الحوش. في الدور الثالث. الخبر. والاولاد؟ طلعنا ورقينا فوق السطح. طلعنا فوق السطح، لقيت السطح مليان ميه. طبعا البلوعات بتاع الميه كل مسكرا. متضغط المطر ميه. عاش فيه ميه قاعده فوق عندي. والجيران كلهم فوق السطوح. قدمنا على البلكوني شوي. بحثنا. ما العماره تطيح مثلا؟ ما زال فكره ان تطيح العماره ما زالت. رقينا على السطح وبحثنا. لقيت عارف صورت حاجه واحده، اني انا في قارب صغير في وسط المحيط. يعني المشهد ربما فات تايتانيك. يعني الميه فوق فوق بالكل الميه. وسرعه الميه سرعه غريبه بالكل. فيها صوت مرعب. وشل الميه جايبه معاها اشجار، جايبه معاها تناكم ميه، جايبه معاها جثث، جايبه معاها سيارات. يا لطيف. في سرعه هائله. فجيراني اللي على جنبي اليمين اللي من هنا بدوا عندي فوق السطح في 25% اخرى. ففي امل انهم يحصلوا سطح اخرى. بدوا يجوا عندنا
بدينا ننقذوا فيهم. لصقات في بعضهم الامارات، الساس بيناتنا نحطه في السلوم، نرقوا في الناس والاطفال والصبايا والهدي. يا الله، تعبت الدنيا عندي. بدأت تنزل المية شوية. أنا في هذيك الساعة أنا في حالة ذهول كامل ومبحت، يعني ما فيش يعني شو صاير. حتى أنا كمخرج ما تخيلتش حاجة كيف هذه. وكإنسان عادي أصبت بصدمة كبيرة بالكل. باهي بعد هيك لو ترقى المية أخرى، أنا مفكر في الشباب اللي معي، من نبي ننقذ والله من يبي ينقذني، والله من نبي نسيب، والله من نبي نخلي. في هذيك الاثناء نزلت المية، بدأت تنزل المية. تمام. النزول بتاعها كان بطيء جدا. بدأت تنزل، الناس تكبر كلها فوق سطاح وتدعي. بدأت تنسحب للبحر. المية بدأت تنزل لغاية نص الشقة اللي تحت مني. بقى أحمد شو صار فيه؟ كلمت أحمد مع الروشن، يا أحمد كلمني وكأنه غريق. صوته منهك، قاعد حي معناها، صوته منهك. اطلع فوق قال لي ما نقدرش نتحرك، معي صاحبي ما نقدرش نتحرك. كيف هذا المية جاتك في الدور الثالث وهو في الدور الاول؟ الشباب عاد يجيبوه، نزلوا له الشباب، خشوا على الحوش وجابوه، لقيوهم حاصلين، طلعوهم وجابوهم فوق السطح. قلت له كيف نجيت؟ قال لي حصلنا مسافة 10 سنتي للسقف، السقف، وركبوا على الكراكيب بتاع الدولاب والكرسي والمش عارف ايش. ما ركبتش المية اللي عند السقف؟ المية خلت من الضغط بتاعها سيبت مسافة 10 سنتي. ايوه فقط. قال لي بهذيك التنفس منها، يعني يركب يتنفس وينزل، يتنفس ويطيح، يتنفس ويطيح. والحمد لله ربي سلم وجانا نجي، ولكن المأساة كانت أكبر. ولما نزلت الشارع، لما نزلنا للشارع كانت المأساة أكبر. يا لطيف. إن نحن شفنا كمية هائلة من الجثث، كمية هائلة من الدمار. البيوت اللي كانت في جنبي ما هيش قاعدة بالكل، عمارات ما كانتش قاعدة، مش موجودة بالكل. في حوش دورين في جنبي شايلة السيل بالكامل وحاطة في الشارع الآخر اللي وراي. هو أنت لما نزلت وين ماشي؟ ماشي بنطلع بنشوف بقية العائلة ايش تسير فيها. ولقيت المشهد قدامك هذا الجثث؟ لقيت والله يا استاذ عطية الأرصفة الناس تاخذ وتحط ويحطوا في الجثث على الأرصفة. لا حول ولا مشهد هائل، مشهد دراما صعب. يعني ذكرني هذا بمخالب الماء، مسرحية اللي كاتب عراقي. الماء اللي شفناه له مخالب قاسية. خشت المحلات ورفع الدنيا بالمحلات كلها. السيل شنو يدير؟ يخش يجي المحلات، ايوه، يضرب الباب او السرانتي، ويخش السيل جوا، يبرم، يقول البضاعة كلها هيك جوا بالمخالب ويطلع بيها. الله 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 الله. هذه المخالب الماء. الله الله الله. فكان مشاهد قاسية. أصعب حاجة كانت جثث الأطفال. أصعب مشهد قدامي كان جثة لا إله إلا الله، جثة الطفل. وحد الله لا إله إلا الله. لما تشيله صعبة، مش زي الكبير طبعا. الكبير ما كان صعب ولكن برضه تحمل، لكن الطفل فيه إيحاء آخر، فيه حس آخر. المدينة درنا وسط البلاد، لما نقول وسط البلاد معناها درنا. لما نقول وسط البلاد معناها نقولوا درنا دمرت بالكامل. يا الله يا الله. نحن درنا ممكن تبتنى وتعود المباني زي ما كان او احسن، ولكن اللي لا يمكن يعود هم الناس اللي نحن فقدناهم. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ستعود باذن الله، وربي يعوض خير ان شاء الله. نعم وهذا ربي يعوض خير. يعني قدر الهي. فقدت نسيبي، زوج بنتي، فقدت خالاتي، فقدت زوج بنتك، فقدت اولاد عمي، فقدت ناسي جيراني واصدقائي، وفقدنا فنانين زي الشاعر الرائع مصطفى طرابلسي، وفقدنا الاديب سمير الشويهدي وغيرهم وكثير من الشخصيات وشخصيات واجده ما نقدرش نذكرهم، ولكن الوجع كان كبير جدا، عميق جدا. مش ألم، هو وجع.
ونتمنى أن يتم الاهتمام قبل المدينة، يتم الاهتمام بالبشر قبل المدينة. يا سيدي عظم الله أجركم. الأجر على الله سبحانه وتعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله رب العالمين. أستاذ محمد السويسي، ها أستاذ عبد الحميد بطاو، ممكن يقدموا لك التعازي ونلتحق بك إن شاء الله باش نستقبل عليه شخصيات أخرى متضررة إن شاء الله. تفضل أستاذ فرج. إنا لله وإنا إليه راجعون. تفضل أستاذ فرج. وتوا خلوني بناخذ قصة أخرى وحكاية أخرى من حكايات هذا السيل ترويها لنا فريحة بن زبيه وأيضا زياد عبد الله. سلام الله. أهلا أهلا. هو مقام تفضل أستاذ فريحة. السلام عليكم. تفضل. الله لا اله الا الله لا اله الا الله. دوام بقاء الله. استاذة فريحة بن زبي. اهلا وسهلا. دوام بقاء الله. انا لله وانا اليه راجعون. قدر الله ما شاء فعل. انت كنت ايضا من الناس الناجين. وصارت معك حكايه قصه طويله جدا. وعندي فقادة واجد. ومرة نذكر القناة اللي هي استقبلتني لا لا واجب. لا لا واجب. اننا نحكي ووصل صوتي. احنا مقصرين. احنا مقصرين. ونعزي اهلي في دارنا. لا اله الا الله. ونعزي نفسي طبعا. من فقدت في السيل؟ فقدت اول شيء جيراني، اطلع صادي، خواتي 2، وبالجيران طفل عمره 6 شهور، وجارنا محمد سلطان طلع عليه الحوش، هذا كله بشارعنا طبعا. وعندي مرت خالي جيتها اختها من بريطانيا، لها 50 سنه مقيمه في بريطانيا. روحت في السيل. دكتوره فتحيه غفير. الله الله. حوش خالي عبد السلام غفير الله يرحمهم. توفت الحجه منها واختها هذه فتحيه. كيف صار معك؟ اللي صار ان ولدي خرج جوا، وكان الرجل اللي انقذوه المصري هذا كانوا معاه 9 توفوا، والرجل هذا ياهي قاعد يصلي مسكين. بعدين فجأة الباب انهد عليهم مرة واحدة، باب الحديد انفتح مرة واحدة يعني عرفت. فولدي اندهل قاعد يقول شنو اللي صار هذا؟ يعني معقولة مطرتي بتدير الشيء هذا يعني؟ قاعد يعيط وتخوي يدير في حمام مسكين. والمصري قاعد يقول لا اله الا الله، يقول لها ولدي صبي صبي خلاص هي اطلع، يعني شوف الشيء اللي جانا هذا. وطلعوا، لما طلعوا كانت تصفيهم مميهن. لا اله الا الله. في لحظات، هاي كلها لحظات. بعدها جارتنا قبل ما توفى عاد صدق قالت تعيط لولدي يا حميده يا حميده انقذ البنات يا حميده، بدها تتجدى فيه، قعد يساعد فيها. قال لي ماما في اخر لحظه وصلت فيها لما اديت البنات وصلت فيها الميه اللي بالطين هذه. طبعا حوشنا ما نحكيلكش من المطار اصلا غرق. بعدين علمت انه هو طاح بكر امتى صح يعني، بس حقيت انا هو فوق منا المطار كيف مكسيت المطار. انتم قاعدين في البيت ولا طلعتوا منه ولا شو صار؟ لا انا شني قذتني مرت اخوي قالت لي لازم ترقي فوق. شقت خويا فوق. طبعا نحن في 2 على بعض. اللي غرقت بكر هي اللطيه اللي فيها ولدي وفيها اولاد خوي المصري. هذا جاهم السيل جوا خش عليهم، ونحن قدرت تجي بجرتنا على الدروج الميه. يا الله. جا ولدي يقول اطلعوا ولازم تطلعوا. خويا ولد خويا خذقلني قاعد يفضي في البنزينه ويقولوا لنا امسكوا البضايع، حتى كان جات كان متى تطفحوا بيهن يعني باش ما تغرقوش. طبعا موقف ما نحكي لك يعني. في لحظه مرات خوي فكرت، لقيت باب عندهم مفكوك، جابتها لنا وقالت اطلعوا الاسطاح فوق الدار، عندهم دار. قالت اطلعوا، قعدنا نستعبطوا تخيل. بعدين قالت لها لا في سلوم، هي نجيب السلوم، قعدنا ناخذ بالسلوم. كنا تخيل عائله كبيره يعني مش شويه، هذا كله انت عايط والله اكبر ولا اله الا الله والدنيا علم بها الله وظلامره. نسمعوا بعدين في العياط عند جيراننا حتى الحصاد يعيطوا. قعدنا نقول لهم شو نساير كانكم بتحيطوا يعني. خلاص عرفنا ان في وادي، لكن احنا ما خطرش علينا البلاد، خطر علينا شارع البحر بس. لان ترينا وادي. شارع البحر هذا عمره ما جاه المي قبل. لا كان شي بعد سنين من 1959 خضاعت وبيضة. لا هذاك هم في الوادي عاد. خلاص هم خضام مش زي تو هذا. مش في طريق البحر. لا احنا كنا متوقعين البحر واللي يعني زي يرتفع علينا عرفت، مش ان الوادي هذا ولا ما كانش على البير فيش مش.
نحن قعدنا نقول مش الحصار هذا اللي هدنا، هدنا السد. سد. السد هو اللي هدنا. بقى زياد، عندك حكايه ثانيه انت؟ اكيد. شنو الحكايه اللي صارت معك؟ انت كنت في البيت؟ كنت في الحوش انا. ما طلعتش؟ ما طلعتش. الساعة كم كنت في البيت بالضبط؟ كنت في البيت، خشيت البيت الساعة 2:30 ليل. 2:30 بالضبط. طلعت في كثير من الفيديوهات انت تكلمت. ايوه طلعت في الفيديوهات هنا. فكنت راقد. انت وين كنت وقتها الساعة 2:30؟ 2:30 في هذا حوشنا وهذا حوش جدي جانبنا ملصق في الحوش. كنت قاعد فيه يعني. تمام. قاعد قوية المطر قاعد يقاطع لنا حوش ايش؟ فيه شوية عرفت. فطلعت مشيت للحوش الاخر اللي فيه امي وفي هلي وفي قعدت معاهم الساعة 2:30 فرشت ورقدت. الساعة 3 امي رفعتني رفعة من الفراش. ما فيش. وعيت نجري صبيت امي شلتها الدور الثاني، صبيت عندي ابن خياتي الصغار رقيت الدور الثالث. ظلت المعاقة عندي خالتي معاقة معي في الحوش. وصلت طبعا دارها في نص الحوش، خذيتها برمت بظهري ورفعتها على كتوفي ومشيت. وصل في السيل جوا الحوش لوطة لندن. انا نعثر فيها وماشي ثقيله هي بشويه بسلامتها. بعد اطربق مره واحده الباب تم البيبان الحوش يطربقن والرواشن ما عادش قدرت خش مره واحده الميه. الصالون جرفك انت بالضبط. فرقني ما بيني وبينها طبعا ظلام وواحل ومن الصعب انك تعوم فيه. ويخش كانه واحد يكر فيك كر قوه غريب بك. مخالب اول مره. سبحان الله والله. فتفرقتنا وياه في الساعه هذه في باب حديد مسكت فيه. قعدتني رقت لمية قعدت بيني وبينها على السقف 5 اشبر بالضبط بيني وبين السقف. حد انتصر لك زي احمد اللي عند الاستاذ فرج بدر. بالضبط. قعدت لوطه تركب التنفس وتنزل. لا ماسك في الباب وما جسمي فوق. فهمت؟ فقعدت ايش حاجت الدقائق يعني 4 5 دقائق في الميه لوطه. 7 دقائق ما نذكرلكش بالضبط. رجيتها شوي تم ذاني بيطارب قام الضغط. ذنين وصوت غريب نسمع فيه ومره نسمع مع مش حتى في الخيال مش قادر نوصف لك. فاهم؟ رعب. شوي هيك نزلت شوي لمية بالراحه في روشن يبلط على الدور الثاني. شعبط ما فيش حديد الروشن. ما فيش. فلما بان علي اول بدايه الروشن غطست وطلعت منه ورقيت على الدور الثاني على الثالث دغري. بعدها مأساة مش هذه مأساة إن كلها ما زلت مانيش عارف شيء، ما زلت متلخبط في الحوش. مأساني بعد ما ضوت الدنيا وطلعت على هو الواحد طلعت من باب الحوش. بحثت في الشارع الناس أطفال. أول واحد لقيته قدام الحوش رفعت راسه والله ما عرفته ميت راجل كبير. يعني جايب السيل ممكن من مكان بعيد شوية؟ لا مش الشارع. مش نفس الشارع. معظم اللي جونا اللي وقفوا في شارع البحر في جامع البساتين جوا معظمهم مش من الشارع. مش هل الشارع. شلة أطفال، شلة نساء، شلة رجال كبار، سوادين، مصرية، بصراحة يعني. قعدت زي المسعف أنت. لا ما تحركش بعد ما هلبت هلي وهلبنا أهل الشارع، لا ما تحركش 3 أيام موجود في البلاد في شارع البحر، ما تحركتش. في تحميل طبعا صعب انك تشيل، مش سهل الموضوع. سلوم، باب ألمنيوم نحطه عليه ونشيله، ما فيش لا غطاء لا شمي لا شيء، ما فيش شيء. تو هذول الجثث ما فيش بعض منهم تعرفهم مثلا؟ والله هي طلعت ولد سيدي ولد سيدك معظمهم في الجيران جثه يعني. في سي ناصر قصار، في رضا بونيسة، في اعوذ بالله من الشيطان. وكيف شكل الصبر والعزيمه هيك؟ والله من الله والله العظيم ماني مصدق روحي بصراحه. الله والله العظيم الهستيريا والموضوع هذا كله جاتنا في شله الجثامين ونعيطوا ونقولوا يا ناس تعالوا شيلوا. نرقى منطقه باب طبرق لما نشيلوا في الجثامين نركب مع وليد صاحب في السياره نشيلوا فيه ننزلوا فيه في تقنيه طبيه نتاع باب طبرق ونعيط للناس نقول لهم يا هو نزلوا افزعوا معانا يا عرب. مش قادر الناس تتحمل، مش فاهمين. ما طبعا الامر صعب شوي طبعا واول مره مش فاهمين الموضوع شنو هو. فكارثه كارثه كارثه بمعنى لكن ما شاء الله كانوا في انقاذ وكانوا في ناس مصابين. حتى المصريين كانت فزعه بالنسبه للليبيين يعني كفوا وفوا بصراحه يعني ما نكذب عليك من الشرق الغرب جاتنا كلها. انا ولد درنا ومن البلاد ويعني نعرف كيف يعني من الساعه الاولى كان الاغاثه والاسعاف. الصراحه في ناس لكن طبعا كانت ايش الموضوع حتى من المطار كل واحد مش عارف شنو الموضوع بالضبط. بعفويتها بتلقائيتها كانت بالضبط. اي حال زي ما قلت لك قلوب الليبيين كلها معاكم بدون استثناء، حتى اللي قلبه قصيره لا قلبه في هذيك الفتره وفي هذيك اللحظات.
لان المشهد كبير جدا، كل ما بتحكي انت على هذا المشهد ما تقدرش توصف الحدث، وتبي انت الساعات والايام وانت تحكي في الروايات وفي القصص. ان شاء الله قدرنا تعود ان شاء الله يا رب. اللهم ان شاء الله. اللهم امين. نمشي نشوف مع بعضنا نبضة قلب عن درنا. يا درناوي يا شهم يا طيب، يلي طويت أحزان اليوم الواحد في مدينتك، وضربت المثل في الصبر والعزم، وحولت دموع إلى شموع إلى مكان للوطن وعشاقه وأولاده اللي فزعوا لك ساعة هولك. يا درناوي يا طيب، يلي فتحت شباكك وهديت عناقيد الياسمين للمارين والعابرين، وسقيت الرمان من روحك يا حالم وتدور في تفسير الحلمك، ذرفت دمعك كما شلالك، واليوم تنفض غبار وترتب الدار وتحط في البلكوني عصفور وزهار. يا درناوي يا طيب، تردها مدينتك اللي تعزها، وفي عزها تعيش في شوارعها وصحابتها وكورتها وملاعبها وفنها وسهاريها، وطيبك سهاري وطيبك طاري. ويا درناوي يا طيب، سلام من كل ليبيا، عيش حياتك، نحن اخوتك احداك ومعاك، سلام يا طيب. يا ذوي كل الزوار يا مدهاناتي، يلي بعطرك وحنفاتي ومخطط بالورد الباتي، يا حب وشوق وشعار. ابكي علينا ترد واجد خذيت ارواح ما لا حد، دلعناك يا الوادي وعلينا ترد. ابكي علينا ترد واجد خذيت ارواح ما لا حد، دلعناك يا الوادي وعلينا ترد. ابكي ترد جميلة ليلة مظلم تطلق علينا سيلة، كانت شوارع الزهرة تغني لك، مع كل موسم فرحها يمتد، تميت مجرم قاتل مستبد، مع كل موسم فرحها يمتد، تميت مجرم قاتل مستبد. أرواح الضحايا حطيتها في ذيلك، ومن فوق من غادي رميت السد، علينا ترد ورايا الوادي، منك فجي عم الدرد حامل غادي، جات في الظلام والليل دوبا بادي، حطت العين والأم فوق الجد، بان صبح متلون بلون رمادي، ما بين عين وأب هيا عد، انت حضن درنا اللي حنون وهادي، تقتل وتدفن تخترق وتهد، علينا ترد يا الوادي علينا ترد، ترد علينا ونحنا هلك، يا الوادي منك فينا ومنك فينا، ترد علينا ونحنا هلك، يا الوادي منك فينا منك فينا. فيك الغناوي واجدا غنينا، والشعر ياما
حسبناك مستعد بكي علينا ترد واجد خذيت أرواح ما لا حد دلعناك يا الوادي وعلينا ترد. يا الله يا الله يا الله يا الله، إن شاء الله درنا ترد، إن شاء الله درنا ترد. فنان محمد شوقي بدر. مرحبا أخوي محمد، أهلا وسهلا. أنسنا محمد، أهلا وسهلا. تفضل، أهلا وسهلا بك، تفضل أهلا وسهلا. أستاذ عبد الحميد، أستاذ الأديب محمد سويسي، أستاذ هذا فرجي بن عمك عاد. عمي سلام، أنا تعريف طبعا. وهذه ميرا الفاخري. نيتنا كلنا. نيتنا كلنا. شنو حالك يا ميرا؟ كويسة. أنت كنت في وسط السيل. نحن أنا وأخوتي وبابا وماما كنا هم كانوا راقدين إلا أنا وأخويا كنا نلعب، وبعدها خشينا رقدنا. بعدها بابا طلع يشوف من روشن شنو السير عشان جيراننا قعدوا يعيطوا. طلع يشوف شنو السير. المية قعدت لحتى تلوطة، يعني المية تبي ترقى فوق. بابا قعد يقول لا إله إلا الله والموتى للشاهدون. الشهداء. قال هيا أرقوا الأسطح لأن المية تبي تجي علينا. ماما تبي تاخذ خوتي تبي تلبس محرمتها باش ترقى. نبي نرقى وبعدها المية تجينا، تطلع من السيس، تطلع من الخرارات، تطلع من السيسين، تطلع من البريزات، وهناك الناس راقدة. بعدها لقيت روحي واعية في الممر. بعدها بابا قال لي خشي للدار، خشيت للدار. بعدها طاح علي الدولاب انا واخويا. اصغر منك اخوك؟ لا هو اكبر واحد. سنة 5. والمية لوين جايتك؟ انا المية قدر حطتها. وبابا المية كيف قعدت تتنفسي؟ ما تنفستش. غماتك المية؟ غمتني. من سلمت روحك انك الساعة؟ سلمت روحي لله. الله 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 الله. لازم نقول الموتى للشاهدون، الموتى للشاهدون. بعدها المية فتحتني، يعني رقتني فوق. رقتك لفوق المية. بعدها ماما لمست شعري، قاعدة تقول يا رمزي يا رمزي. بوك رمزي. وبابا ما يقدرش يمسك خوتي الصغار، هو يوسف وماتوا محمد. مسكوهم، هم كان شايلهم هم الاثنين. وابراهيم مسكت كراعه قعد هني، بعدها طجني يحسدني حاجه اخرى. هو نقض روحه بروحه. اما انا كان طاح علي الدولاب وكراعي تعوق، ويدي هني الحرف الدولاب مغطي على يدي. انت في المدرسه تقري فيها شنو اسمها؟ المعرفه. وصاحباتك واصحابك هلبة ماتوا؟ ماتوا 3 وحدين ماتوا وكلهم عاشوا. 3 ماتوا بس والباقيين عاشوا. ومدرستي اللي في دارنا هني الاوائل. وهنا هني شو اسمه هي؟ بقى انت قاعده تفكري فيه هذا اللي صار معك؟ نفكر فيه ديما. لا انسيه يا بنتي، الله غالب. لازم تنسيه، لازم تنسيه. حاضر. تنسيه، لازم تنسيه. واخوتك يكبروا ويفرحوا بيك، وعندك صغار الجيران، وديما قولي شنو؟ الله كريم. الله كريم. الله كريم. الجيل اللي هو يصحو على هذه الآلام والجراح، الله أتمنى يعني الاهتمام بهم ثقافيا من خلال خاصة المؤسسات العالمية المعنية بالموضوع، اليونسكو والإيسيسكو والمنظمات الدولية اللي عندها خبرة في هالمواضيع، وخاصة من خلال التربية والتعليم، ولكن من خلال المؤسسات الدولية، لأن احنا ما عندناش تجربة في الموضوع هذه، وبالتالي في دارنا محتاجين إلى تضميد الجراح، محتاجين إلى الدعم ميرا النفسي. في الليل تخيلي تحلمي قاعدة بالسيل وبالوادي ولا الدعم النفسي مهم جدا. لا متخيل نزلت. وانت راقدة؟ وتنوضي هيك ولا تقعدي راقدة ولا شنو؟ يعني شنو يصير معاك؟ وتعيطي؟ كل ما نرقد هنا، كل ما نرقد نقعد نحلم بالحلم اللي صار في دارنا. الله 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 الله. استاذ محمد، انت ايضا عندك قصه ثانيه وحكايه ثانيه. انت كنت في المقهى شهاده
التليفون زيك زي شاب ثاني، جاك تليفون شنو خبرك التليفون؟ والله جاني تليفون في اثناء العمل مع الساعه 10 في الليل، ما عنديش علم بشيء ابدا على درنا شو صاير فيها نهائيا. طرابلس انا كنت متواجد طبعا. انت كان في طرابلس طبعا. طرابلس من اللي اتصل بيك؟ اتصل بي ولد عمتي عرفت. قال لي محمد شو اخبارك وين انت؟ قلت له والله قاعد في المطعم سوي بحاجه ولا كذا وفي درنا. قال لي كيف ما تندريش انت؟ قلت له شنو في؟ قال لي راعي لاختك ونسيبك راهم زرتهم الميه، كل مره مازال بدري الساعه 10 قبل ما يجي السد. قلت له به، قال لي راهم حاصلين وما عرفناش نطلعوهم. طبعا انا الكلام في وقتها ما زال الحدث ما استوعبتش او ما نحسبش بالهول هذا. ما غرقت البلاد كيف ما تغرق كالعاده وكذا، سيارات وشويه تسكر شوارع وتنحل. لكن حجم الكارثه هذه ما كناش متوقعين. حاول الاتصال اني اتصل بيهم ما حصلتش نوصل بيهم لان التغطيه عرفت كانت تفصل وتعبانه اليوم هذاك. فاتت الساعه الاولى فاتت الساعه 2 قال لي تو نحاول نطمنك، لهيت انا في الخدمه لي ما نتوقعش ان الموضوع بيكون هيك. مع الساعه 1 في الليل قال لي اهو حصلت راهو مالك ولد اختي هذا، قال لي راهو حصلته ورد علي. مشيت كلمت انا يا خالي، يقول لي يا خالي دزوا لنا ناس يا خالي الموت نشوفوا فيها يا خالي. هذا مازال السيل الحوش غارق، الحوش غارق قاعدين فوق السطح، هم هذه مازالت مطر لان هم قاعدين في مدخل درنا. شوف انت بعيد عن الوادي وبعيد جدا عن هو نفس المكان اللي كان فيه خوالك؟ لا خوالي تو ننتقلوا لهم هذول في الوادي في وسط البلاد. هذا نسيبي في مدخل درنا عند منتجع يميلي عند بوابه درنا بالضبط. وادي الناقه. وادي الناقه وادي الناقه منطقه وادي الناقه مدخل درنا الغربي. درنا هذيك الغرب. فغرق عليهم الحوش، ركبوا هم فوق. طبعا زي ينقطع كلام، ما فيش اي اتصالات ما فيش شيء في الوقت هذيك. اتصال خفيف كانت حصله بعد فتره. عاش عرفت نحصلهم، كلم في نسيبي حصلته، نقول له شو صار؟ يقول لي موت يا محمد اشهد ان لا اله الا الله. نقول له مش شاهد وانقطع الخط ما عادش حصلته. انا علقته ما عادش عرفت الموضوع شنو صار. وبرضه انسان والعقل ما زال ما يجيبش الحاجه البعيده اللي احنا شفناها. نقول له موضوع وكذا. وثاني يوم سافرت. انقطع الاتصال. ثاني يوم صبحنا ما رقدناش نحن اليوم هذاك ما عندناش اتصال بدرنا نهائيا. نحاول نتصل ما فيش شخص واحد. بنت هي من درنا عرفت بنيه معروفه في درنا عندها مصورات وكذا معروفه اسمها ياسمين فريطيس بارك الله فيها. انا كلمتها لقيت عندها نت. اول ما ردت علي قالت لي يا محمد عظم الله اجرك في عيال اختك ونسيبك. انا ما عنديش علم، انا اللي بنسال شو صاير. والله في المطعم كنت واقف صبيت في مكاني، جيت قعمزت برا لموا علي الجماعه لانهم كلهم عارفين عرفوا انه صاير لي موضوع. هذه اول خبر جاني، ما زلت ما نعرفش البقيه طبعا. هم هالي قاعدين غادي امي وما زال. اليوم هذا في 5 في العشيه انا ما عادش عرفت ما ندير. والله خذيت تليفون وجواز سفر نتاعي هويه وخذيت على المطار دغري ركبت غادي بحكم خدمتي في المطار انا في الطيران. ركبت مع اول طياره للاغاثه ماشيه لدرنا، نزلت في مطار الابرك ما فيش سيارات، قعدت نشيك. ولما دخلت لدرنا كيف لقيت المشهد؟ والله نتمنى اني ما شفتش المشهد هو، يعني عمري 31 سنه عمري ما تخيلنا نشوفوا مشهد زي هذا شبيه بافلام هوليود، شبيه بافلام السينما. سياره طالعه عارف والله طياره طالعه. نقول لك قسما بالله المشهد الليلي سياره كارو كبير زي ما تقولوا هذا بورتو معبي ناس لابسين ابيض عين الجثث. سياره اسعاف مش عارف مدرعه ناس موتى وحدين يعيطوا، سياره اغاثه الناس يلحقوا فيها. مشهد لم اتعود ان اراه في مدينه درنا. لكن خبراتك امك قالت لك خوالك في ال 59 ماتوا 22 واحد. خوالي لا في ال 59 جاء السيل في وادي درنا، هو الاجمالي اللي قضاه في درنا كلها كان العدد حوالي 13 شخص، 9 منهم عيلة بوبيضة والاربعه الثانيين خوالي اظن يعني. منهم امي جدتي وجدتي هم جدودنا في ال 59 اظن قضاهم هم راقدين وعدوا. لما تحكي لك امك مش مصدق الحكايه؟ لما انا احكي لي امي وانا صغير مش قادر نستوعب. نقول لها كيف يا امي خش عليكم الميه في الحوش؟ ما فهمتش كيف جاكم الوادي، كيف خش عليكم الوادي. نسمع فيه من اول ما جينا على الدنيا وقصص. لكن برضو امي تقول لي والهول اللي صار في هذه الفاجعه لم يكن بهذا الحجم في المره اللي فاتت. الله 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 الله. المره اللي فاتت خلاص 9. كم فقدت واحد؟ المره في هذه من عيله بوبيضه بس اللي هم خوالي 34 واحد. 34 واحد عماهم فقط. لا حول ولا قوه. اظن من عيله بوبيضه بس، من خوالي منهم خالتي منهم حني منهم جداي منهم عائلات كامله. هم حوش ثلاث حياش بتاع خوالي عيله بوبيضه ظل فيهم واحد هو بس. يعني درنا كلها اصحاب وكلها اصدقاء. درنا كلها اصحاب وكلها. انا ذي الوادي هذا عشت فيه انا وتلادت فيه انا. العمل اللي قدمته تو انا وادي درنا يحكي كل تفاصيل. مش حيفهم معناه الا اللي عايش في درنا وعايش في وادي درنا ويعرف معنى درنا. ما شنو بدنا نحكي لك ولا نحكي لك صراحه. المؤسف في الامر ان درنا كانت مجرد اسبوعين خذوها ترند
رواد التواصل الاجتماعي وكلهم تزايدوا على بعضهم بها وكلهم باقي بعدها وين؟ لنا اسبوعين اول بدايه وبعدين راح درنا بيه تو هم الوقت اللي يحكوا عليه الفزع. ناس طالعه من درنا، ناس ما عندهاش متاجر، انا اعرف ناس تجار شخصيين فوق من 40 عائله مساكين بمجهودات ذاتيه. احكي لك في الحق، انا في الحقيقه اللي المره اللي لازم يفهموها الناس. ناس قاعده تعاني، في ناس عندها امكانيات تقدر تعيش وبدات حياتها، وفي ناس هذا الشيء اللي يزعلنا معلش واجد على اي واحد درناوي، موضوع يزعل. اتمنى ان الناس ما تكونش. استاذ عبد الحميد، انت شفت مشهد ايضا، المشهد ما زال يمثل فيك. والله مشهد، وتمنيت اني ما نشوفهاش. انا طبعا دائما ما نحبش المشاهد بتاع الفيصل النهائي، ما نحبنش لان ما عنديش الانعزم يعني. لكن المشهد هذا جاب الصدفه، مجموعه اطفال يتباوعوا مع روشن كراوزر والسيل وراهم، والجماعه يعيطوا لهم، بعدين قال هيك انقلبوا وخشوا في الميه وعدوا. الله والله منظر العيال يتباوعوا مع روشن ويعيطوا ويبكوا، والله مش عارف ايش. غمهم السيل اكيد ابوهم مسكين يسوق يحتى بالسياره ماشيه، قلب السيل وعدى خذاه مشى بالكل. وانت نزلت للمدينه قلت لولدك روح بيا فيسا ما اقدر. لا مش خش المدينه، مش خش. والى الان ما نخشاش ومش حنخشها بالكل يا عطيه. درنا انتهت، انتصحت، هذه معالم جميله يعني انتهت، زي المراه الجميله اللي اصيبت بالجدري بعيد عنك، شوها تحفر وعمارات مسحا بالكامل ومنظر بشع، ولذلك ما عادش تحرك بالكل. والاستاذ فرج ايضا عنده بنت ما زالت تخاف من البحر، تو ما تقدرش تقعد عندها. البنت بس البنت حاليا تشوف البحر تعيط وبعدين يغمى عليها. الله 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 الله. العائله كلها تخاف من منظر البحر. انت بنتك تخاف من المطر. انت بنتك زوجها قاري عليها نسيبي، وهو مش نسيبي، هو ابني. الله رحمه الله عليه، ابني يعني. لكن قدر الله ما شاء فعل. المفترض انه يتم علاج هؤلاء الناس بما فيهم نحن الكبار ايضا، حتى نحن نحتاج العلاج، لان الصدمه كبيره علينا حاليا. كل وقت يكون فيه بروحي لازم نبكي، مش نبكي لاني بنبكي، لا، نلقى روحي نبكي من الافكار اللي جاني تواردا. ايضا الحاجه الثانيه صراحيه في النوم في الليل، الكوابيس ما فرق النش. نحن الكبار، انا لدرجه اني نرقد شويه هيك وبعدين نرقد على الكرسي الصالون، نرقد وانا مقعمز، لان اصبنا بفوبيا غريبه بالكل. الاستاذ محمد سويسي، على ذكر انت تفضل بها محمد واستاذ حميد وفرج. طبعا انا مرات اتحدث باسم منظمه المدن والعواصم الاسلاميه اللي احمل عضويتها المتميزه. دارنا فيها رمزيه معينه روحانيه يعرفوها اهل ليبيا كلها، اللي هي مقر الصحابه. ايوه، هذا كنت بقول لك عليه. نعم، فانا ارجو من منظمه المدن والعواصم الاسلاميه، وارجو من الحكومات الليبيه ومن له اي سلطه في ليبيا ان يهتم اهتمام مقام الصحابه. وما زال موجود. موجوده المقابر ومكانتها موجوده عند الناس، حتى لو لم تكن موجوده عند الناس. وبالنسبه لدرنا حتى لما يبكوا في الصحابه، لما يديروا الفاتحه يديروها في الصحابه، لما يعزوا في الصحابه. هذه الرمزيه ارجو واحده من اهم اساسيات الهويه في درنا، والهويه درنا بالذات. الشيء الثاني ان هناك اداره وانت عارفها موجوده في طرابلس، ولها مكتب الحقيقه ناشط في درنا، اللي هي الاداره العامه للمباني والمدن التاريخيه. لان الهويه المعماريه في درنا، الهويه الماديه في درنا، الهويه الثقافيه في درنا، اللي هي اعاده اعمار بيت درنا الثقافي، الفرق المسرحيه، المطبوعات في درنا، الصحف تصدر في درنا، لان درنا هويه ثقافيه يعني دائما في امل بالله باذن الله. ونعم بالله، ولكن محتاجين الى الدعم المحلي والدولي. والدعم المحلي على فكره اللي قام به كل الليبيين. انا يعني اتمنى تسمى ليبيا، درنا تسمى ليبيا. احنا في هذا الامر محتاجين لكثير من القصص وكثير من الافلام اللي ممكن تنتج من التسجيلات على مدى اعوام كثيره. محمد عنده يعني احنا مش عارفين نمشوا مع السلام، نمشوا مع درنا، نمشوا مع غزه، كثر الوجع كثر. محمد دار عمل جميل يجمع كثير من نجوم الوطن العربي، ملحمه السلام، ومحمد بذل مجهود كبير بحيث هو ينتج هذا العمل.
لكن للاسف ما وقفتش معها الدوله زي ما قال. يعني قال مشيت يمين مشيت شمال ما يجيش حد داعم، رغم ان هذه الاعمال يفترض ان هي اللي تدعم، لان اولا تدق جرس خطر، اثنين هي توثق، ثلاثه هي تقول راهو يا جماعه احنا لو ما نحطوش اليد في اليد وما يكونش فيه تعاضد، ما يكونش فيه اهتمام ببلدنا على مستوى ليبيا وايضا على مستوى البلدان العربيه، ممكن نقعدوا في خبر كان زي ما كانت سادت ثم بادت. جدا. فمحمد في دقيقه يقول لي هذا العمل بتشوف منه دقيقتين حصري. هو عمل اوبريت يعني ان شاء الله يعتبر اكبر اوبريت يضم فنانين من ليبيا ومعايا من تونس ومن الجزائر. العمل يضم حوالي 21 فنان نشتغل فيه من 2020 العمل هذا. مجهودات ذاتيه طبعا كلها وشخصيه. عمل يتكلم عن السلام بصفه عامه، عرفت فيه انواع مختلفه من الموسيقى. الهويه الليبيه موجوده، اللغه الانجليزيه موجوده، حاطها موظف فيه حتى الراب عشان كل شريحه من المجتمع توصل الفكره نتاع العمل هذا. امتى تحركت عندي انا المشاعر نتاع العمل هو فعلا يعني الفتره خدمته ووقف لما شفت ليبيا وحده في درنا. يا سلام. والله انبحت نلقى سيارة من طرابلس جفاره زنتان الزاويه وانت في دقائق الموضوع هذا يعني. صحيح. حكومه طرابلس سيارة بمناط. والله قلت العمل وقته، انا مع ان الدنيا والناس فاقدين وكذا، لكن فعلا وقت العمل هذا. خلي شوفوا منا محمد دقيقتين حصري لينا في هذا البرنامج على الاقل حتى الناس تقيم شنو هذا العمل وشكله. خلي نشوفوا هذه الملحمه من الحان محمد شوقي. نحن كلنا جينا من كل مكان، احنا جينا يجمعنا السلام، ما في دمع ولا احزان، عيشوا مع بعض في سلام. احنا جينا يجمعنا السلام، ما في دمع ولا احزان، عيشوا مع بعض في سلام. صفوا القلوب ملينا دماء حروب، ضيعنا كل الدروب، يكفينا والله حرام، مع بعضنا بأعلى صوت، ما نخلوا الأمل يموت، يعدي الليل يفوت، وبكرة تشرق شمسنا. نحن كلنا جينا من كل مكان. يعطيك الصحة يا محمد، يعطيك الصحة. بارك الله فيك. عمل جميل، عمل يستاهل التشجيع والتقدير. بارك الله فيك. ميرا حلوة يا ميرا، أنت ليش حزينة يا ميرا؟ خلاص مش كنا اتفقنا بنسوي الحزن؟ الله عليها. وشعرك الجميل والدنادين واللي انقضى شعرها. الله 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 الله. لا وقالت لك سلمت روحي الى الله. الله الله. تروحي في الميط العفو. الله 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 الله. تصلي انت يا ميرا ان شاء الله؟ تصلي في الفجر والظهر والعصر. هذه انت اميره، انت مش ميرا، جيل واحد جيل واحد كلهم جيل واحد. كنت راقده ماما توعي فيها تقول لي صلي الفجر، انا ما عادش بروحي، هي ماما توعي فيها تقول لي صلي الفجر. ما شاء الله ونعم التربيه. امهات اسمعوا اولادكم صحوهم صلوا الفجر، واللي ما يصليش عاد قال لكم الرسول صلى الله عليه وسلم عاقبوه. لا الصلاه مهمه. هاي ميرا قدوه، ميرا حبيبتنا كنا. يقول فيك قصيده، حيقول فيك قصيده، محمد حيدير لك اغنيه لك انت، لكن تنسي دوري. معلش بنيتي هذه محلاها، هذه بنروح بها انا. انا بنستاذن من امها وبنستاذن من امها بنروح بها. الابتسامه اللي اعطتها لك. الله 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 الله. طبعا ميرا تقرا عند في مدرسه نسيبي الله يرحمه يتوفى مدرسه الاوائل، كان مديرها تعرف هي. احنا نتمنى ان درنا ما ينسوهاش، نتمنى درنا يلتفوا الناس حولها، ما يغيبوش، يلتموا الناس اللي عندهم امكانيات والدوله. الجرح عميق جدا والجثث تحت الارض لا عد ولا حصر لها، وفي البحر. بالله ارجوك ما تنسوش درنا. جرحنا جرح واحد، حزننا حزن واحد، فرحنا فرح واحد. نفرحوا لما درنا تعود. الله غالب، فقدنا كثير، فقدنا اعزاء واصدقاء، والاخوه اللي موجودين فقدوا اعزاء وفقدوا اصدقاء، لكن هذه اراده الله. حكايه درنا ستحكى في كل بيت بعد اكثر من كم سنه للذكرى، زي ما حكينا احنا على السين عام 59 وقاعد يتذكر محمد في خواله، ويتذكروا غيرهم في كثير من العام. الحيطه والحذر واجب، الحيطه والحذر واجب. ما تنسوش درنا، احنا مش حننسوا كل الناس اللي قدمت الخير، مش حينساهم الله بالدرجه الاولى. لابد نشكر كل الناس اللي عاونتنا، لابد ان نشكر الاطفال اللي الاستاذ عبد الحميد العصاري بارك الله فيه تابع في الاخوه النازحين
وجاب الاطفال وغنوا. لابد ان نشكر الاستاذ عبد المجيد التركي صاحب الاستوديو اللي ايضا فزع وتطوع وسجل هذا العمل، الاستاذ هشام البكاي، الاستاذ مجموعه من الاساتذه الامانه، الاستاذ من الخمس الاستاذ عياد مبارك شاعر من الخمس، لما كلمته قلت له نبغى نغير الكلمات من الاغنيه اللي شفتوها على الاطفال على درنا العبير، هذا كتبها ويمل علي وانا وياه، قعدت انا وياه نحكي انا وياه، ويعطي فيها في القصيده، يعطي فيها في البيت، يعطي فيها في المطالع. بارك الله فيه استاذ عياد مبارك. استاذ مفتاح معتوق بارك الله فيه، حتى هو جهز الاطفال وقف معنا. كل الناس فريق هذا العمل اللي تعبوا من الساعه 12 تقريبا في التصوير، تو تقريبا الساعه 7:30. جانا من درنا الاستاذ محمد السويسي بارك الله فيه، وايضا الاستاذ فرج بدر، استاذ شاعرنا الجميل والانيق الاستاذ عبد الحميد بطاو، محمد شوقي اللي قدمنا مرثيه، يعني مش اغنيه، مرثيه ايام. فان شاء الله يكون اللقاء القادم اجمل، ويكون اللمه في درنا اكبر واجمل واحلى. وهذه حبيبتنا، انت شنو؟ حبيبتنا. انت حبيبتنا. الى اللقاء.